أهلا بك. حلقة جديدة من بودكاست الاستوديو. معكم عبد الحميد زين، وهنا معي بكر، مهندسين معماريين. والنهاردة حلقة مميزة جدا، لأن النهاردة هنستضيف أول ضيف لينا في البودكاست، باشمهندس رامي سمير. باشمهندس رامي سمير خريج جامعة اسكندرية، وحصل على ماستر من بريتكنيكو دي ميلانو من إيطاليا. وهو بارتنر ومؤسس في تول ستوديو في دبي، وعنده خبرة كبيرة في أنواع كتير من سكيلز مختلفة من المشاريع. النهاردة دردشة كده حلوة معاه، نتكلم عن أفكار معمارية وفلسفته في التصميم والأبروتشز اللي هو بيحب ياخدها. يعني هندردش معاه كده في حاجات كتير. وهو آه، يعني بشكل خاص بيحب الستوري تيلينج، بيحب يحكي قصص حوالين كل حاجة، حتى المشاريع اللي هو بيشتغل فيها. فبنرحب بيه النهارده معانا. اهلا بيك يا باشمهندس رامي. يا عبد الحميد أهلا بك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. أخباركم إيه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. ايه الاخبار يا بكر؟ كله كويس يا عبد الحميد، كله كويس والله. وازيك يا باشمهندس رامي؟ حلقة الصراحة يعني احنا متأملين ان هي تبقى فعلا حلقة مثمرة، لان انا حتى على المستوى الشخصي يعني يمكن كلامي كتير معاك يعني في مواضيع فلسفية كتير، مواضيع ليها علاقة بالعمارة. دايما ربطك زي ما عبد الحميد ذكر يعني في الأول، فكرة ربطك بالقصص نفسها وربطك ربط الفلسفة نفسها، الفلسفة الشخصية حتى مع فلسفتك في العمارة ويمكن الدوافع اللي بتخليك تاخد قرارات معينة في أي مشروع. الكلام ده كله أنا حتى من الحاجات اللي بستفيد منها شخصيا. يمكن في بعض يعني دايما في حياة كل واحد كده في ناس تحب تسمعهم أكتر ما تتكلم معاهم يعني. فمهندس رامي من الناس فعلا اللي كنت حاسس ان هم هيضيفوا قوي للبودكاست. وهنحب قوي نسمع الابروتشز المختلفه اللي هو بياخدها اللي بتخليه حتى يفكر بشكل مختلف في الاركتكتشر. فيعني مش عايزين نطول يعني، خلينا نبدا. اول فقره يعني يمكن حضرتك اكتر تكلمنا على ايه العوامل الرئيسيه او الحاجات اللي اثرت عليك، يمكن او اللي خلتك، انت عارف يعني معظمنا يبقى لينا بالذات في المجال بتاع العماره انه مجال فلسفي قوي او مجال فكري. على المستوى الشخصي مثلا لما قررت اخش المجال ده، كان دايما الحاجه اللي بتجذبني وانا صغير لما بتفرج على فيلم وبتفرج على اي حاجه، فكره ان انا اتعرف على ثقافات مختلفه، فكره ان انا اشوف الناس نفسها بتتعامل ازاي، بتلبس ازاي، الشكل المباني حتى في الازمنه بتاعت زمان كده كانت عامله ازاي واختلافها. دي الحاجه يمكن اللي شدتني قوي وخلتني ادخل مجال زي العماره. كانت من الحاجات اللي حاسسها قريبه قوي للفكره دي. فبرضه احنا عايزين نعرف منك اكتر يمكن من البدايه بقى إيه اللي شدك فعلا او خلاك تختار المجال ده بشكل خاص يعني، او ده يمكن هينقلنا بعد كده الجيرني بقى بداية حتى من الدراسة وتأثير الكليات والاختلاف الكبير اللي حاصل ما بين دراستك هنا في مصر ولما درست حتى في إيطاليا، واختلاف الثقافة الكبير قوي ما بين الاتنين، وازاي ده أثر عليك. بس خلينا بداية كده إيه الحاجة اللي فعلا دفعتك ان انت تختار المجال ده يعني؟ طيب من الأول شكرا جدا على الاستضافة يعني، وأنا سعيد فعلا إن أنا معاك النهاردة. بداية من السؤال بتاعك بكر، إيه اللي أنا ليه اخترت العمارة عامة؟ للأمانة أنا ما اخترتش العمارة خالص تقريبا، أنا يمكن هي اختارتني. أنا زي أي حد كان الثانوية العامة هي اللي اختارت لنا أكتر من إحنا اخترنا يعني. أوكي. من كنت أصلا ما كنتش عايز، أنا دخلت فنون جميلة، خريج فنون جميلة اسكندرية. وكنت هدفي كان زي أي حد في علم الرياضة في ثانوية عامة إنه يدخل هندسة. وما كنتش بفكر كمان حتى في هندسة عمارة أيام يعني. أوكي، بل على العكس أنا كنت أكتر ناحية الحاجات الأبلايد، أكتر حاجة زي الفيزياء. أوكي. وكان هدفي إن أنا أدخل مثلا حاجة زي هندسة كهرباء في الوقت ده. وللأمانة دخلت العمارة. كان في حاجات شغف من وأنا صغير خالص فاكر من ده، فكرة التكوينات والحاجات دي كلها. آه دي من الحاجات اللي كانت بتفتني، بس عمري ما حاولت ان أنا اربطها باي جامعه خالص. وانا للامانه اكتشفت ان
ان انا فعلا معتز بالمهنه نفسها وبدراسه العماره بعد ما يمكن خلصت جامعه خالص. يعني حسيت ان دايما في حاجه ناقصه. يعني انا الناس اللي هم بعد ما جربوا عرفوا ان دي حاجه كويسه وبداوا يحبوها، لكن ما كانش بصراحه كان هدف من البدايه. الجزء الثاني من ناحيه الفرق فعلا هو ما بين مصر وما بين ايطاليا، او ما بين على الاقل الدراسه اللي في مصر. لان هو انا يعني يعني همنح نفسي ان انا احاول ان انا اعمم بشكل شويه. هو التعميم في بعض او في اغلب الظنون بيبقى جائر من التعميم، ولكنه مريح انه بيدينا صوره عامه. التعليم في مصر كان حتى في حد من المعماريين المشهورين والمؤرخين، حد زي الدكتور ياسر الششتاوي، وهو دكتور في العمارة مصري كويس وكاتب في نفس الوقت، وحاليا هو بيحاضر في جامعة كولومبيا في أمريكا. دكتور ياسر الششتاوي كان عنده تقريبا نفس الإشكالية دي، وأنا ما حسيتهاش. يمكن بلورها بشكل أحسن مني بكتير طبعا. في واحد من البودكاست برضه زي ما احنا بنعمل النهارده. اوكي. وهو ببساطة قال إن التعليم في مصر في العمارة بالذات بيرتكز على الشكل التقني. بمعنى إيه التقني أو المهني؟ إن هو أنت إزاي ترسم، اوكي، إزاي تعمل حسابات، إزاي. ما إحنا في فنون جميلة ما كناش هندسة، اوكي، ومع ذلك خدنا كويس خرسانة واحد، خرسانة اتنين، كويس ستراكشر واحد، ستراكشر اتنين، خدنا طوبة، خدنا خواص مواد، خدنا ستيل، وكل المواد دي كان بيجوا لنا الدكاترة بتاعتها من هندسة. فكان التركيز بكل المواد اللي احنا ذكرناها دي ويمكن حاجات أكتر على الحرفية نفسها، وليس العمارة بالمفهوم الغربي. العمارة بالمفهوم الغربي هي ما هياش جزء من ما يسمى بالعلوم التطبيقية. أنا بحاول إن أنا أعرب كل حاجة في البودكاست معاكم، فيعني أنا رغم إن ده ما بيحصلش في الأيام العادية، لكن عايزين لا نحاول إن براحتك، خد إحنا إيه، براحتك يا باشا. وإحنا انا عارف. بنتكلم إن إحنا آه. أنا عارف الناس كلها بتقدر ممكن تعرف إنجليزي، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان لما بتكلم مع حد بالعربي إن أنا أنقي المصطلحات باللغة العربية بقدر الإمكان، لأن هو ده اللي بيوصل. ده الناس اللي إحنا عايزين نوصل لها بشكل عام، الناس الناطقين باللغة العربية. أوكي. وأنا في رأيي إن كمان علشان أنت تحاول إن أنت تنقل العلوم دي، حتى لو كانت العلوم نفسها بلغة تانية، وزي ما إحنا كنا عارفين إن حركات الترجمة عبر التاريخ من ايام ما كان، سواء كان في مصر حاجه زي ايام محمد علي، زي مثلا في بغداد، اوكي، لما اتعملت دار الحكمه، او حتى ايام عصر النهضه في ايطاليا. فالترجمه كويس للغه الام مهما كانت كويس، انت بتقدر تقرا بلغه تانية. لما تعرف المعلومه بلغتك الاصليه فدي مهمه. معلش انا بعتذر ان ايه هنطلع وندخل كده زي ما طول ما احنا بنتكلم هنطلع وندخل لا لا عادي. في مواضيع فرعيه. ولكن طيب. فهو العمارة، اوكي، في دول كتيرة، اوكي، تعتبر ليست من العلوم التطبيقية، او على الأقل هي واقفة ما بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية. مم. اوكي. فالعلوم التطبيقية احنا بناخدها بشكل آه فعلا مهني. ويمكن خلينا نبسط الموضوع أكتر بشكل من العمارة بيتم دراستها في مصر، اوكي، ان انت بتعرف تبني ازاي. فبتبدأ تعرف كل حاجة، القوانين بتاعت البناء كويس، خواص المواد اللي انت بتبني بيها كويس، مدى الأمان فيها، اللي هو المنشأ نفسه ثابت، اوكي، ازاي بتعرف ترسم كويس، بترسم بإيدك وبترسم بالكمبيوتر وبترسم بالألوان وكل الحاجات دي كويس، كل الحاجات التقنية، اوكي، وازاي الصوت. فبقينا نعرف عن المواد، اوكي، وعن المبنى اكتر ما بنعرف عن اللي هنبني له، اوكي، البني ادم نفسه، مم. اوكي.
فهنا نقدر نقول ان احنا بنتعلم اللي هيخدم السوق اكتر من ان احنا بنتعلم الاسنس او الاصل، الروح بتاع العمارة. والله ده هيخدم برضه السوق، يعني هو ده الفكرة كلها، فمهما كان هو ده هيخدم السوق، ويمكن ممكن واحنا بنطور النقاش ازاي نشوف ان هو ده هيخدم السوق اصلا، لان في النهاية ده هيخدم السوق. مم. اوكي. في من الحاجات بقى على العكس، يعني هو السائد دلوقتي، اوكي، في معظم العمارة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المدينة نفسها، اوكي، بقى دلوقتي في كمان انواع من العمارة المعاصرة في مصر. في نوع اللي احنا بنشوفه في المدينة، اوكي، المدينة ليها برضه ليها خواصة، عبارة عن حاجات معمولة من ما قبل الخمسينات، والمصريين يعتزوا بيها جدا ما قبل، كويس، 52 وبعد كده بعد ما ظهر الجزء بتاع ما يسمى، يمكن انا او احاول ان اسميه ان هو بقى العمارة الاشتراكية، اوكي، وهي العمارة بتاعت منها فيها جزء كبير من آه، مدارس الحداثة نفسها، كويس، أو ما يسمى بالإنجليزي اللي هو مجازا المودرن، كويس، وهو يسمى مجازا لأن هو تم، ما هوش ده التسمية الحقيقية أو العلمية، هو سموه أصلا في سنة 1923 في حاجة اسمه اللي هو الكونجرس أوف انترناشونال اركتكت، اوكي، السايام سموه الانترناشونال ستايل. وأيضا هنتكلم شوية عن هذا الجزء، ولكن في مصر نفسنا حصل إن إحنا عملنا العمارة الاشتراكية دي، وحصل بعد كده بعد الحرب يمكن من أوائل الثمانينات، أوكي، وحصل نوع من أنواع العمارة الهجينة، أوكي، وتم تطبيعها على مدار السنين لغاية ما شفنا الوضع الحالي اللي إحنا فيه، أوكي، مع طبعا مع رداءة ربط العلم نفسه، بقينا نشوف اللي حوالينا كمان واحنا مش عارفين هو هل ده حلو ولا وحش. ظهرت يمكن في آخر 20 سنة، يمكن الأجيال الجديدة، أوكي، مع ظهور بصراحة الإنترنت والبحث. أنا من جيل لما كنت أعمل بحث كنت أدخل المكتبة وأصور كتب وأروح مع مكتبة اسكندرية ومكتبة الجامعة وهكذا، اوكي. الانترنت كان موجود صحيح، ولكن ليس بالغزارة المعلومات اللي موجودة حاليا. الشاهد، اوكي، ان اللي حصل في مصر ان احنا بقينا نشوف دلوقتي، اولا احنا مش عارفين ما هو القبح وما هو الجميل، اوكي، الشوارع اللي عندنا، اوكي، ما حدش يعرف عنها ما هو القبح وما هو الجمال. حاسين ان الحاجات اللي ما قبل الخمسينات هو ده شيء جميل، وحاسين ان ما هو جه بعد كده في روح او لا. في التسعينات ظهرت المدرسه بتاعت ما حتى الناس كانت اطلقوا عليه ان هو احنا بنعمل عمارات كلاسيك، كويس، والكلاسيك ده كلام من ده كان عباره عن وان ده هنعود الى الماضي، ولكن الحقيقه ده ما حصلش. يعني بتاع يمكن في امثله كتيره للعمارات، يعني احنا عشان احنا بنتكلم احنا الثلاثه من اسكندريه، فممكن ندي مثال من اسكندريه، وهو شارع احنا كنا كلنا بنعتز بالمباني اللي فيه، وهو شارع فوزي معاذ في اسكندريه. احنا كنا بنعتز جدا وبنقول ان ده كان فخر العماره، وفي عمارات هناك واخده جوائز كمان، اوكي، مظبوط. ولكن ولكن للامانه، كويس، هو في رايي الشخصي بتاع كمان ده كان من احد عوامل التشويه، اوكي. مم. العمارات اللي هناك، اوكي، مع مستعمله كويس سمات او على الاقل عناصر، اوكي، لا تصلح لعماره مبنى سكني، اوكي، ولا تصلح لمبنى بهذا الارتفاع، ولا حتى بهذه التكوينات ولا بهذه النسب، اوكي. مم. فهي اشبه، كويس، بالحركه البوست مودرن اللي جت ما بعد الحداثه، اوكي. البوست مودرن وجت وتعمل، وهي بشكل ما بيعملوا اللي هي انصاف الاعمده، او يكبروها، ياخدوا ثيم واحده ويكبروها تاج عمود. بس مصري شوية يعني مختلف عن اللي ظهر طبعا في أمريكا هو كان في حد ذاته
في شيء من السخريه كمان. ايوه. اوكي. لان هو في النهايه احنا لما كنا بنيجي نتكلم على عندنا الشباك كويس، هو بشكل ما يسمى في العماره اللي هو الارش، هو القوس اللي فوق الشباك. الهدف كان من ان الشباك يبقى بالشكل ده. اوكي. ان انظمه الانشاء في الازمنه القديمه ما كانش فيه الاشكال الهيكليه او الانظمه الهيكليه كويس، اللي هي عباره عن عمود وسقف وهم دول شايلين نفسهم. لكن هو في كان ما يسمى الحوائط الحامله، وعشان تقدر تقطع جوه انظمه الحوائط الحامله، والحائط هو العامل او العنصر الانشائي اللي شايل المبنى. عشان اقدر اقطعه كويس، ما اقدرش اقطعه بالشكل المربع اللي احنا بنعمله اليومين دول، وليس بعرض كمان كبير، فلازم اقطعه بقدر اكتر. النسبه بتكون الشباك انه بالطول والارك اللي فوقيه ده، علشان يقدر يوزع الحمل اللي بيجي من المبنى بالتدريج ويوزعه على بقيه الجدار اللي موجود حوالين الشباك. طب احنا لما بنيجي ناخد الارك ده في حد ذاته ونقدر ننفذه دلوقتي على المباني الهيكليه، هو شيء من الكوميديا. اوكي. هو في شيء كبير من الكوميديا. اوكي. الا لو انت قاصد بيه حاجه تانية غير انك انت كويس بشكل ما، ان انت بس بتعمل مجرد نسخ ولصق زي ما بيقولوا الاول كوبي بيست، ده النسخ ولصق من الطراز القديم، لانه ساعتها هيبقى شيء من الكوميديا. مفيش كمان نوع من انواع الابداع كويس. لم يتم حد في مصر اوكي قرر ان هو يعمل حاجه يقول دي شكل عماره جديده. اوكي. لكن في اخر 20 سنه بدانا نشوف في الاماكن. اوكي. وللاسف يعني يمكن لما أو يمكن كويس في نفس الوقت ان هو بدا يتقدم لنا اشكال او انماط تانية في الاماكن اللي بدات آه تتوسع فيها، وهي القاهرة الجديدة مثلا، مكان 6 أكتوبر، أو حتى أماكن في العالمين في اسكندرية. الأماكن دي وكانت تصميمات للأمانة جات عن طريق الرأسمالية وليس الاشتراكية، جات من عن طريق المطورين العقاريين اللي بيبدأوا يدفعوا فلوس لمكاتب يجيبوا تصميمات اوكي مختلفة عن اللي انت بتقدر تشوفها دلوقتي في المدينة. احنا ما زلنا ان احنا كل اللي بيتبنى في المدينة حتى اللحظة هو قائم ابتدع من الثمانينات والفترة يمكن ما بين 40 ل 50 سنة النهاردة كويس. احنا شايفينه كويس وبنبني زيه كويس، لان احنا مش عارفين ان ده حلو ولا وحش، لكن احنا بنبني زيه لان ده المتعارف عليه، وبقى للأمانة المتعارف عليه. فأول حاجة احنا كان المفروض ان احنا نقدر نعملها علشان نقدر ناخد شكل عمارة اوكي ونبدأ نفهم، احنا محتاجين نعرف ما هو الجميل أصلا. لأن التعود على القبح اوكي بيفقد المعنى للجمال. محدش يقدر يتعرف كمان على ما هو الجميل. كان في حد بتاع كلام من ده يعني ذكر ان هو انت علشان تقدر تعمل حاجة جميلة اوكي اهم حاجة تعرف ما هو القبح. وفي حد ذاته على مدى بساطة السؤال، ولكنه صعب جدا في العصر اللي احنا فيه ان انت تعرف ان اللي قدامك ده هو ده القبح. لان انت لو عرفت تعرف القبح اوكي فتتجنبه، انت بالتالي عملت حاجة جميلة. مظبوط. هو بس قبل ما نستفيد في حتة تعريف الجمال والقبح، انا بس حابب اوصل بقى الكلام اللي حضرتك قلته تاريخيا حتى لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. هل المشكلة دي اصلا نقدر نوصلها بسبب التعليم المعماري، ولا دي مشكلة ثقافة عامة للمجتمع؟ هل ده مسؤولية التعليم المعماري اللي خلى الأزمة دي تحصل دلوقتي الحالي؟ يعني للأمانة احنا ممكن نحط الجانب الأكبر على التعليم بشكل عام، مش بس المعماري اوكي لكن التعليم بشكل عام. اوكي. ال... ال... وممكن نحاول ان احنا كمان نشوف الاماكن اللي ظهر فيها انماط معمارة
حديثة أو حتى نهضات بشكل عام. العمارة هي جزء من حاجات كتير في الدولة نفسها أو في المجتمع. اوكي، بلاش نتكلم على الدولة، لأن فكرة الدولة هي برضه هي فكرة حديثة نسبيا. اوكي، لكن في المجتمع نفس المجتمعات هي بدأت من قديم الزمان، والعمارة جزء من المجتمع. اوكي، وهنا بيعرفك أكتر بتاعت إن العمارة ما هياش جزء لا من التعليم ولا جزء من كمان أنظمة الدولة. اوكي، لكن هي أكتر بالمجتمع ارتباطها، لكن بتتأثر بكل الحاجات اللي تم ذكرها، لكن هي مرتبطة بالمجتمع نفسه. اوكي، فالمجتمع أول حاجة بتقدر إن أنت تتعرف عليها هو طبعا التعليم نفسه، مستوى التعليم. اوكي، ومستوى انفتاحه. احنا لسنا منفتحين اطلاقا. اوكي، احنا لسنا منفتحين على افكار جديده، فنخشى الاخر ونخشى الافكار الجديده. اوكي، لو عملنا حاجه غريبه حتى ولو ساءت وما عرفناش نعمل لها صيانه ولا حصل فيها مشاكل، لكن كنا دائما ولفتره كبيره نخشى الجديد ونخشى الغريب. فده من الحاجات. اوكي، وده يدل على كم الانغلاق اللي حصل. بس فهو انغلاق فكري. اوكي، امتداد فكري اكتر ما هو اوكي ليه علاقه بالعماره. العماره هي مجرد احد المرايه اللي انت بتقدر تشوف فيها المجتمع ده بيفكر ازاي. طبعا احنا يعني تحولنا بشكل كبير، لكن عشان كنا نوضح الفرق اوكي ما بين التعليم في مصر وما بين العماره نفسها في مصر، او التعليم اللي انتج هذه العماره والتعليم اوكي في الدول التانية. اوكي، او في الاماكن التانية، مش عايزين نقول في دول بتاعه او نسمي اماكن بعينها. اوكي، لان هو ما هواش احنا مش في مقارنة صريحة. اوكي، ولكن احنا نقدر نحاول ان احنا نستشرف اوكي تجارب اخرى. اوكي، ومش احنا اللي كمان اللي نقدر للامانه، يعني انا اقل بكتير ان انا اقدر احكم واقول والله ده كويس ولا ده وحش وده احسن. بس لكن مجرد ان احنا اتعرضنا لتجارب مختلفه، وهوضح لك بمنتهى الامانه يعني. اوكي، ان انا اول ما رحت كمان ادرس الماجستير، انا كنت اتعلمت في مصر 6 سنين الجامعه بالكامل في مصر، اشتغلت كمان في مصر اكتر من كذا سنه. اوكي، ولكن اوكي قررت في سنه من السنين ان انا حاسس ان في حاجه ناقصاني. كان دايما باستمرار كان شايف ان في حاجه ناقصاني. اول ما رحت ايطاليا، ودي يمكن حدوته كان طريفه الى حد ما، او زي ما بنقول في مصر دمها خفيف يعني. اوكي، ال... انا حسيت ان لا، اللي انا بدرسه ده كلام فارغ. اوكي، الا اللي بيديهولي الطلاينه ده كلام فارغ، وانا بضيع فلوسي ووقتي وكل حاجه. اوكي، وده مش المكان اللي انا قعدت فيه وبدات احس بالندم ان انا عملت الخطوه دي. اوكي، رغم ان البوليتكنيك دي ميلان، واحنا بنتكلم في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، هي الجامعه الاولى في ايطاليا، من احسن 5 جامعات في العماره في اوروبا، ومن التوب 10 على العالم في العماره. اوكي، ومع ذلك انا حسيت في اول ما رحت كويس، وفي اول ايامي اللي موجوده في البدايه، حسيت فعلا ان لا، ده انا عملت غلط، والناس دي ما بتعرفش اصلا يعني ايه عماره اصلا. احنا المفروض نيجي من مصر نفهمهم ايه اللي هي العماره. اوكي، الكلام ده مفاجئ جدا بالنسبة لي والله. اوكي، لهذا لا، لان هو كان مترسخ الموضوع مش بس سنين الجامعه وسنين العمل، ولكن ال في صدمه حضاريه فعلا. هذا الانغلاق فعلا انا ما كنتش عارف، حقيقي انا ما كنتش عارف. اوكي، ودي من الحاجات اللي يعني في بعض الاحيان كده لازم يبقى في زي صدمه او حاجه بتقدر تغير لك مفهومك كويس، زي ما بنقول في مصر قلم على الوش كده، علشان تبدا تحس بالصدمه دي. لكن في اللحظه دي اوكي انا حسيت ان لا، احنا انا بضيع مع الوقت. اوكي، و
وبدات افكر يعني هنشوف بقى ايه يعني، طب انا امشي من الجامعه دي ولا اشوف جامعه تانية ولا اكمل. ف وكان الموضوع طريف جدا. لكن حصل فيه موقف معين وبأدب جدا من أحد الدكاترة أو البروفيسورز اللي كانوا شغالين موجودين مع في الماجستير معايا. أوكي. بدأ يغير شوية بهدوء. كويس. هو بدأ يستوعب إن أنا جاي من خلفية مختلفة شوية. أوكي. وب- وبأدبه ده بدأت فعلا إن أنا أحاول أستوعب. كان في دكاترة تانيين فعلا كان حظي سيء، لأن في أول سمستر هناك. اوكي. كان في دكاترة سيئين. كويس. وفيها شيء من الطبقية والعنصرية كمان، بس يعني مش هنتطرق في ده النهارده. لكن التجربة كانت بشكل عام من خلال كمان الدكاترة دي كانت مؤلمة. لكن أتذكر هذا الدكتور بالخير. اوكي. رغم ان هو كان مدة التعامل معاه بالكامل، او هو يعني في كامل الاكسبوجر، يعني مش عارف التعرض ليه، مش عارف التعرض ليه، مش عارف كلمة عربية مش دقيقة، أو يعني معاملاتي أو احتكاكي معاه. كويس. كان 3 أسابيع فقط. ومش أنا كشخص بس بتعامل معاه 3 أسابيع، هو كان 3 أسابيع مجملا بيتعامل مع كويس كل المتقدمين للماجستير في الوقت ده. ويمكن لغاية معدودة بس اللي جمعتني إن أنا بتكلم معاه، ولكن أتذكره بالخير. وهو كان يعني بدل ما أتذكره بالخير ممكن نذكر اسمه، هو ستيفانو ديفيتا. معرفش ده ستيفانو ديفيتا. الوضع كان كالآتي. في البداية أول ما رحنا كان في طبعا في أحد الكورسز، لأن ده كان ماستر، حاجة اسمها ماستر كورس وورك، بمعنى إن أنا مش بعمل بحث بس. الأول بدرس المواد دي لمدة تقريبا 2 سنين بشكل كامل فول تايم. فيها حاجات كتير منها التصميم والتخطيط وما إلى ذلك. أوكي. وفي النهاية بتعمل بحث بعد السنتين. ففي أول استوديو تصميم. أوكي. مادة تصميم. وكانت مقسمة إلى 3 أجزاء، وهو كان واخد أول جزء. أوكي. بيشرحه في خلال 3 أسابيع. الجزء اللي هو كان بيعمله هو عبارة عن مشروع عملي. أوكي. المشروع هو عبارة عن مدينة صغيرة جدا كويس في الريف الإيطالي، ولكنها أثرية، حواليها سور أثري، وتعتبر من ال- ال- المناطق المسجلة في اليونسكو. المدينة دي كان فيها قطرها كلها على بعض، هي صعب ان انت تقول عليها مدينة يعني بالتعبير المصري. اوكي. لان قطرها كلها حوالي 500 متر. اوكي. فهي ليست كبيرة على الاطلاق. اوكي. هي بلدة صغيرة جدا. هذه البلدة حصل فيها مشكلة، وهي ان حصل زحف عمراني من هذه البلدة الصغيرة. الناس بدأت تبني بره على الأراضي الزراعية حوالين هذه البلدة. اوكي. فاحنا عايزين نحل المشكلة. فهذا هو كان البريف اللي اتجالنا، او هذا كان المقدمة اللي شرحها. كويس. واتذكر ان كان جنبي وهو بيشرح صديق مصري. كويس. وقلت له هو ده اللي احنا جايين نعمله. يعني في مصر اللي بيحل المشكلة دي ما هوش مهندس معماري، ده بيحلها كويس ضابط امن مركزي، ايام ما كان في كويس الهدم بتاع عن طريق الامن المركزي في الوقت ده في مصر. اوكي. ف فقلت له دي مش مشكله المهندس، انه يعني في ناس طلعت بنت بره، طب احنا نعمل لهم ايه؟ كويس. دي كانت من الحاجات اللي انا يعني بقول لك بمنتهى الامانه بتاعك كمان ده. انا ما كانش عندي فكره على الاطلاق. اوكي. ان دي مشكله المهندس اساسا. مظبوط. اوكي. ف المهم من كام واحد بقى اللي طلعوا بره، اللي احنا اكبر جامعه في ايطاليا. كويس. واحسن العقول بالدكاتره والماجستير كمان، مش حتى بتوع البكالوريوس ده، قاعدين علشان يحلوا هذه المشكله. كويس. واللي كمان الحكومه اعتبرتها مشكله مهمه جدا وبدات ترصدها. وكان في اللي هو زي الخطط الخمسيه دي حاجات بتتاخد بجديه جدا، بيترسم عليها خرائط. اوكي. خطط فعلا بالاستعمال الاراضي بيتم تجديدها. اوكي. في حاجات كمان لكل 3 سنين، وفي حاجات كل 5 سنين. اوكي. فكان
ادونا هذه الخرائط من الحكومة، اوكي، وذكروا ان هذه المشكلة، والمشكلة دي عبارة عن بالظبط، انا اتذكر الرقم كان 107 شخص طلعوا بنوا على 107 شخص، يعني مش 107 مبنى، 107 شخص، يعني ممكن يكونوا في النهاية حوالي بس اقل من 50 عائلة، اوكي، طلعوا بنوا بره حوالين البلدة دي على الأراضي الزراعية. ولما طلعوا بنوا كمان آه زي فصلين صغيرين، مدرسة صغيرة، اوكي، على طريق بيربط ما بين البلدات. وهنا جت أحد المشاكل اللي بدأت من خلالها إن أنا أبدأ أشوف حاجة تانية، كويس، وطبعا مش من المشكلة نفسها بس من ردة فعل ال... الأستاذ الجامعي اللي كان ذكرناه اللي هو ديفيتا. فبروفيسور ديفيتا جيت له قال لي إن هنا ده طريق سريع، اوكي، بيربط البلدات، فاحنا محتاجين ان احنا نأمن الناس اللي بتعبر الشارع. فقلت له خلاص، يعني نعمل انا جاي من اسكندريه، عندنا المشاكل دي عارفينها كويس، احنا عندنا في اسكندريه عندنا طريق الكورنيش، وعملنا انفاق زي ما احنا عايزين، فاحنا نعمل نفق ننزل من تحت الطريق ده. الطريق عباره عن حارتين فقط للعلم، كويس، ليس فيهم جزيره، ليس فيهم حواجز ارض زراعيه من ناحيتين، كويس، في الحاره لكل اتجاه، اوكي، والاراضي الزراعيه من ناحيه. انا جاي طبعا بالخلفيه المصريه وبالحلول كمان المصريه، قلت له بس نفق. قال لي لا يعني نفق ايه بتاع التكلفه دي بتاع. قلت له طب خلاص، خايف على التكلفه، احنا ممكن نعمل كوبري، الكوبري ارخص. انا ما زال ما استوعبتش كويس اللي هو بيقول في اللحظه دي، انا فعلا كان دي الحلول اللي انا بطرحها. فقال لي لا برضه. وقلت له طيب نحط يافطه نقول ان هنا في مدرسه. قال لك بس يعني ده مش الحل برضه، يعني ده مش كافي برضه، هيبقى في ناس سريعه ما تاخدش بالها من اليافطه، ميزان الخطر موجود. قلت له طب نحط مطب، برضه الاراضي الزراعيه عندنا، الطريق الزراعي مليان مطبات عندنا في مصر، فاحنا حطينا مطب يبقى يعني ممكن نحل المشكله دي. قال لي لا ده طريق سريع ما ينفعش الكلام ده، في قواعد ما تقدرش تحط بتاع كلام من ده مطب على طريق سريع. فانا عمال بحل، اوكي، بس بحل بالحلول الماديه، تدخل مادي، اوكي، بنبني بنهد بنعمل. فوصل بقى بتاع الكلام ده ان انا بدات ايه يضيق صدري في اللحظه دي. فقلت له بصراحه مش عارف، انا عن كده مش عارف، يعني مش عارف اعمل حاجه، اوكي. فالراجل بمنتهى الهدوء بصراحه يعني ومنتهى الصبر، كويس، وبابتسامه خفيفه قال لي عندنا حاجه هنا في ايطاليا، اوكي، ان احد اولياء الامور بالتناوب كل يوم يعدي، اوكي، الاولاد بتوع المدرسه، اوكي، ويبقى مسؤول كمان على انهم ساعه الخروج، وبيفضل واقف قدام المدرسه بيأمن دخولهم وخروجهم. في اللحظه برضه دي لسه ما انا مستوعبش. انا يعني انا مهندس جاي من مصر وعلموني في مصر ان لغه المعماري الرسم. فلما قال لي حاجه زي كده لسه الثقافه حاضره جدا. فقلت له انا ارسمها ازاي؟ ارسمها فين دي؟ يعني انا ازاي ارسم الشخص اللي بيعدي الناس ده؟ ارسمه فين انا على خريطه واحد ل 5000؟ اوكي. هو الوهلة هو حل مش معماري اصلا، الوهلة كده. كويس. هو لوهله انت تتخيل ان ده مش معماري، كويس، مظبوط. لكن هو طلع ان ده الحل المعماري. فهو هنا بقى يعتبر الموقف اللي انا بحكيه لك ده هو ده الموقف الكاشف. العماره، خلينا نلقي نظره كده بشكل عام، كويس، لو احنا العماره دي كل اقسام هندسه وهي اقسام ماديه بالدرجه الاولى، اوكي، سواء بقى كانت ميكانيكا بتتعامل مع آلات، او بتتعامل مع انظمه مثلا انشائيه سواء كان فيها مواد زي الخرسانه او الحديد، اوكي، او بتتعامل مع الكمبيوتر او بتتعامل مع الكهرباء، كلها انظمه ماديه، ما فيش حاجات، كويس. يمكن من على بعيد لو انت دخلت كمبيوتر سايت بتاع الكلام من ده، ولكن ليس الكمبيوتر في حد ذاته، اوكي، تبدا تتعامل انك تفهم حاجه. بقيه الحاجات انت بتتعامل مع آلات بالكامل، نظريات فيزيائيه، تمام. العماره ليست مكانها هناك وسط هذه، كويس،
العلوم التطبيقية. ومن الظلم فعلا ان يتم جمعها تحت سقف واحد. وللعلم كويس، حتى في المكان اللي انا كنت بدرس فيه بوليتكنيك دي ميلانو، هي عباره عن هندسه فقط، والعماره هناك جزء من الهندسه عشان برضه ما بقاش ظالم. اوكي. ولكن تم فصلها في مبنى لوحده، تم فصلها في مبنى لوحده لخصوصيتها. نرجع تاني، فالعلوم التطبيقيه اوكي اللي تحت سقف كليه الهندسه، اوكي، لما تاخد بيها شهادات تقدر تاخد بيها شهاده وانت قاعد في مصر. كويس. مثلا احد الحاجات اللي هي ما يتسمى بالبي اي او البروفيشنال انجينير من امريكا، اللي لو معاك الشهاده دي تقدر بكره الصبح تاخد نفسك وتطلع على امريكا وتقول لهم والله انا بعرف في المكن، انا بعرف في الفيزياء، انا بعرف في الكيمياء. اوكي. الذره ما يتمش مش مختلفه اللي في مصر، هي ده بتعمل نفس السلوك بتسلكوه في امريكا، فانا اقدر اشتغل عندكم عادي. وده حقيقي. العماره ما هيش كده. العماره لو انت راح حاولت انك تسافر في اي دوله تقول لهم انا عايز اشتغل، انا معايا مؤهل برضو زي الاخويا بتاع الكيمياء، اوكي، وعايز اشتغل عندكم، هيقول لك لا. اولا تعالى اعمل امتحان مبدئي نشوف انت ايه اللي تعرفه عننا، وبعد كده تشتغل كمان لمده سنتين تحت معماري تاني، وبعد كده نمتحنك كمان مره. الكلام ده بس بدأ يعني تطبيقه حتى في الدول اللي يكاد يكون فيها اوكي بشكلنا احنا برضه الشكل الخارجي ان نفس انظمه التعليم. يعني المعماري الانجليزي ما يقدرش يروح مؤخرا فقط، اوكي، وده مؤخرا ده انا بقول في خلال سنه ماضيه بس تم الاعتراف ما بين الريبه، اوكي، اللي هي الرويال انستيتيوت اوف بريتش اركتكت، وبين الاي اي اي. كويس. الريبه اللي هي عشان برضه نوضح للناس اللي هي البريطاني، وبين ال اي 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 وهي الامريكان انستيتيوت اوف اركتكتشر، وطبعا ودي الامريكان. وبدأ يتبادلوا اللي معاه هذه الرخصة في هذا المكان ممكن ان هو يبدلها او يستخدمها ان هو يحاول انه يبني في مكان تاني او في شيء من التسهيلات. اوكي. وده حاجة لسه حاصلة مؤخرا، لكن طول عمرها ما كانت كده. وما زال برضه في تعقيدات وفي محاذير واشياء من هذا القبيل، ولكن كويس السبب وراء الحاجات كان هذه القيود المعمولة. أوكي. انا مش هقول لك كمان حتى بريطانيا وامريكا، انا هقول لك بريطانيا وهم ما تحت التاج البريطاني، اوكي، زي كندا او زي استراليا. اوكي. فالمهندس في بريطانيا كويس او في انجلترا حتى اللحظه ما عندهوش صلاحيه ان هو يروح كويس يشتغل كمعماري في كندا او في استراليا، لازم يعدي بالخطوات اللي احنا ذكرناها، لان زي ما باقي لهاش الولايات علاقه. الأمريكية برضه على حد علمي يعني. الولايات الأمريكية برضه بياخدوا لايسنس للولاية نفسها، في مش على أمريكا كلها يعني. هناك برضه في معلومه تانية بتاع الكلام من ده، ان كمعماري انت ممكن تفتح مكتب تصميم، اوكي، ولكن ليس بالضروره كمان ان انت تقدر تشرف على التصميم. وهنا دي حاجه مم. تانية. أيوه. الاشراف على التصميم ده كويس ان يبقى اسمك على اليافطه بتاع الكلام من ده ككونسلتنت زي ما بيقولوا او الاستشاري، اوكي، مم. ده فعلا اللي يبقى ليه علم بانظمه البنى وباللوائح والقوانين في المكان ده. اوكي. أيوه. ولكن تبقى انت معماري، اوكي، بيبقى مسجل وما بتبقاش مسجل مين من الاي اي، لكن هو في حاجه تانية من زي النقابه كويس المعماريين، كويس، ما تسمى بالان كار، ان سي اي ار بي. فالان مم. كار هي دي كويس الهيئه المنوطه بمنح كويس تصاريح مزاوله مهنه المعماريين في امريكا. المهم عشان ما نخشش في لوائح وقوانين كتير، لكن الشاهد اوكي من كل الحدوته دي ان فعلا التعليم كمان كويس. هنا يقول لك ان التعليم في حد ذاته بمهما كل اللي انت اتعلمته، حتى لو اتعلمت القواعد الانسانيه كمان في اي حاجه بجانب العماره كويس، ليست بالضروره كافيه لمزاوله المهنه العماره على اي ارض، اوكي، لكنها مرتبطه بالمجتمع وبالثقافه كويس وباشياء اخرى بتكون في هذا المكان الجديد. ففي اي مكان
اوكي مم. هتروح هتقعد فيه، لازم تقعد فيه فترة طويلة وكافية، وتكون عندك عين الملاحظة، اوكي، والاستيعاب علشان تقدر كويس تعمل عمارة ناجحة. وهنا نرجع لسؤالك ان انت تعمل ازاي العمارة الناجحة او بتاعة السوق للمكان ده، اوكي، مم. بس من خلال منظورك انت كمعماري. اطلت عليك. لا 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 ابدا، لا ابدا، كلام كله جميل يعني. آه طيب، احنا يعني مش عايزين نستفيد خلاص. احنا اعتقد احنا خدنا الاوفر فيو بشكل كبير قوي بالنسبة لتجربتك في ايطاليا. بما انك احتكيت بقى، يعني عايز اخش بقى في التجربة، مش من ناحية الدراسة. ان انت درست في مكانين مختلفين، بابروتش تعليمي مختلف، بثقافات مختلفة. انا عايز اخد بقى فكرتك كمستخدم، كيوزر مش كمعماري، لمدينة زي اسكندرية فيرسس مدينة زي ميلانو أو مدن الإيطالية بشكل عام. بلس إن حضرتك كمان دلوقتي موجود في دبي، مظبوط. فبرضه دبي يعتبر نموذج برضه. أنا بقول إن هو إكستريم يعني. أنا عايز آخد رأيك كيوزر وكاركتكت في الاختلاف الشديد اللي ما بين النماذج دي في المدن، وايه إيه اللي بيخلي المدينه تبقى هيومن فريندلي. يعني انا دايما بنتكلم هنا في البودكاست عن المدينه الهيومن فريندلي، وان اللي هو التصميم المتمحور حوالين الانسان وتجربه المستخدمين. فانا عايز اشوف رايك كتجربه، وانك خدت التجارب دي في كذا مكان. خليني ازود، معلش قبل ما حضرتك تتكلم يا منصور رامي، خليني ازود على النقطه دي. انا عايز اعرف وجهه نظرك في ايه يعني انت شايف ايه الاصح؟ يعني هل فعلا دايما ان احنا بنتكلم على النموذج زي المدن اللي بتهتم قوي بالعربيات زي دبي، هل هو ده النموذج الاكستريم الوحش اللي المفروض ما نروحلوش؟ وهل النموذج بتاع مثلا المدن زي ايطاليا اللي هي بتهتم بالانسان بشكل كبير قوي حتى عن العربيات، هل هو ده فعلا النموذج الصح؟ يعني هل البروتوتايب او الموديل اللي في دماغنا ده، هل هو فعلا هو ده الصح؟ الموديل بتاع الاهتمام الشديد قوي بالناس من غير العربيات؟ لان انا حاسس ان محتاجين حاجه في النص. يعني برضه عايز رايك في الحته دي، في ايه اللي من وجهه نظرك الاصح؟ يعني من خلال تجربتك، حتى انت جربت ان انت تبقى موجود في كذا مدينه، سواء زي ما عبد الحميد قال، سواء اسكندريه اللي هي الى حد ما كانت ماسكه العصايه من النص عند فتره معينه، مش دلوقتي اكيد، وايطاليا في بعض المدن اللي هي يعني مينلي لحد دلوقتي هي مدن تاريخيه، وبتهتم بالجزء اللي ليه علاقه بالانسان اكتر بكتير قوي من فكره العربيات. وحاجه زي دبي اللي اوريدي اتبنت على فكره الهاي ويز والعربيات والشوارع الواسعه جدا والحاجات دي كلها. تمام، ده حقيقي سؤال كويس أوي. آه يمكن احنا ممكن علشان نقدر نستوعب فعلا نماذج المدن يعني اللي مثلا عبد الحميد كان بيذكرها، ممكن نحاول نجاوب على السؤال التاني بتاع بكر، ويفهمنا أصلا طبيعة المدن نفسها اللي احنا بنتكلم عليها. خلينا نعمل مقدمة كده. وطبعا هي يعني بعتذر دايما على الإطالة يعني، وعلى أي حد سمعنا يعني. لكن أنا شايف إن هي ده للأمانة إن هي مقدمة مهمة شوية. من حقيقي من الحاجات اللي كانت زي ما قلنا كده تعبير القلم على الوش، اوكي، كان ما كانش بس التعليم في ايطاليا اللي هتكون صادق. في قلمة كتير على الوش بصراحة، ده كان احدهم، ولكن ما كانش الوحيد. من احد الاستيقاظات كان بعض الحوارات اللي بعد كده ادت ان انا اقدر اقرا جزء من الكتب للكاتب والمفكر الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب المسيري. فالدكتور عبد الوهاب المسيري كان حقيقي كان مش بس مفكر رائع، ولكن كمان كان بالأخص كان عنده نظرة كاشفة جدا لل- لمواطن الإنسان. وهو إلى حد ما كان برضه بيدرس علم اجتماع، رغم إن هو كان خريج آداب إنجليزي، يعني زي ما كان بيعرف على نفسه إن هو كمان بني آدم دمنهوري. أوكي، هو كان يعتز بدمنهوريته. أوكي، ولكن كمان
كان صاحب نموذج. هو بيقول لك هو بيعرف الاشياء من خلال النموذج اللي هو بتاعه. وخلينا كويس، ولو اي حد يعني انا يعني اؤيد جدا ان اي حد يبتدي اوكي يشوف حتى بتاع كلام بعض الاحاديث المسجله اوكي للدكتور عبد الوهاب المسيري، ولو حب يستفيد في القرايه وحب يقرا، ممكن يبدا يقرا حتى اللي هو ما هو كتبه بنفسه عن نفسه اوكي في شيء زي المذكرات، وعباره عن مجلدين هي ما تسمى تجربه ذاتيه. المهم اوكي لان هو بيشرح ان في حياته نفسها هو ازاي العلوم نفسها تم تحويلها من علوم كمان حتى إنسانية اوكي ما هو ما سماه علمنة العلوم كمان كويس، او بتعبير تاني هنحاول ان احنا نبسطه ان هو ان العلوم بدأت، حتى العلوم الإنسانية بدأت تاخد شكل مادي. برضه يعني ايه الكلام ده؟ الجانب الروحي او الجانب الإنساني كويس، او الجانب زي ما يعني في الفلسفة بيسمى التجاوز أو بالإنجليزي transcendence. فالجزء المتجاوز ده تم نزعه من حياة الإنسان نفسه، وبقى بشكل مادي يتمحور حوالين المادة، يتمحور حوالين الأشياء اللي حواليه. فبدأ نشوف بشكل ما إن حاجة مثلا زي الاختراعات الحديثة بقت في حد ذاتها هي الهدف. لما ظهرت الآلة نفسها والثورة الصناعية، وظهر بعدها أدت إلى ظهور السيارة. ظهور السيارة كان شيء مبهر، وكان مبهر حتى للمعماريين، وده كان بسبب كبير جدا خلى المعماريين يتأثروا جدا بتخطيط المدن بالسيارة. السيارة هو كان أي حد كان هيحب ينتقل كان بينتقل عن طريق الدواب ما قبل السيارة أوكي، والدواب لها سرعة معينة وراحة معينة وكمان طريقة إن هو تقدر تسافر بيها، تقدر لازم توقف وتكمل وهكذا. جت أوكي، وكان القطار برضو موجود، ولكن السيارة كان شيء شخصي وكان يوصل أي حتة، يعني مش محتاج قضبة. فبدأت تظهر المدن اللي يتم تتوسع بشكل أفقي في 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 أوقات قليلة جدا، وبدأت تظهر نموذج جديد للمدينة. بس قبل السيارة كان نموذج المدينة عبارة عن إن كلها ممكن تتمحور في عبارة عن مبنى واحد أو بلوك واحد. يعني تلاقي إن في الدور الأرضي كويس هو وده تقدر تشوفه في وسط البلد، سواء كان في اسكندرية أو في القاهرة أو حتى في أي دولة تانية كويس. دول قلب البلد القديم عبارة عن الطابق الأرضي هو طابق تجاري، سواء كان محلات، سواء كان مطاعم إلى آخره. الدور اللي فوقيه أو الدورين اللي فوقيه عبارة عن مكاتب وعيادات كويس، وما فوق ذلك أوكي هو كان السكن. فكان اللي ساكن فوق بيشتغل في نفس البناية وبيشتري احتياجاته من الطابق الأرضي، وفي كل الأحوال دي هو مش محتاج إن هو يتحرك غير بدل الأمطار. العربية ليس لها مكان في هذه المدينة. فين وفين لما يبدأ يحب إن هو يزور حد اللي هو ساكن في الشارع اللي وراه أو اللي جنبه أوكي، بضعة أمتار تفصله عن أي شيء. الشكل المبنى اللي احنا بنتكلم عليه ده تم اندثاره اوكي بسبب ان ظهرت النظريات الحديثه للتخطيط. وزي ما احنا كلنا ذكرنا ان احنا واحنا بندرس في الجامعه علمونا في التخطيط ان انت عندك مناطق سكنيه ومناطق صناعيه ومناطق جامعيه، فعندك مدينه جامعيه ومدينه اولمبيه، وكل هذه الاشياء بقى في صفه غالبه على منطقه بالكامل. وفي منطقه الاعمال اللي هو مركز الاعمال، وده موجود في كل حته. طبعا في كتاب مشهور جدا في يعني رغم ان اللي كتبته ما هياش معماريه اوكي، وهي محققه صحفيه امريكيه اللي هي جين جايكوبس كويس، وهي اللي كتبت الكتاب كان اللي هو Life and Death of
جريت امريكان سيتيز، او الموت وحياة كويس المدن الامريكية العظيمة او الكبيرة. الكتاب ظهر في الستينات، وبيحكي كويس انها، او بيفضل كمان بطريقة استقصائية وبالارقام كويس كيف هذا النموذج من المدينة كويس هو فاشل بالدرجة الأولى. ازاي فاشل؟ فاشل اولا ان المدينه بهذا النمط احنا بنعمل طرق عريضه جدا، فبيتم اهدار المدينه بطرقها، فبتبدا توصل لغايه ما اكتر من 20% على الاقل، اوكي، وده في الستينات، اوكي، الى طرق، فده اهدار للارض. ثانيا كويس بقى في كويس اهدار للطاقه، اوكي، لان الحاجات دي مش بس بتتبني. تخيل انت عندك مبنى بالكامل، مبنى اداري كويس بتتكون زي ما احنا بنشوفه دلوقتي، يتكون من 50 طابق واكثر، اوكي. المبنى ده بيشتغل 8 ساعات في اليوم فقط. كل هذا الكم الهائل من البنية التحتية، كل هذا الكم الهائل من المواد والطاقة كويس بتشتغل 8 ساعات في اليوم. والمنطقة المحيطة بالكامل بعد ما يتم إخلاء المبنى ده من الموظفين في نهاية اليوم العمل كويس بتبقى عديمة المنفعة، مدينة مهجورة، تبقى أشبح، اوكي، مباني مظلمة ما تعملش أي حاجة. فهي كمان حتى بتستعجب ان ازاي الفكره دي كويس حد لغايه النهارده بيسوقها على اساس ان دي فكره جيده. مستحيل تكون دي فكره جيده. واللي بيدلل على كده كويس هو نجاح المدن الاوروبيه حتى اللحظه، اوكي، من غير ما تعمل ناطحات سحاب. ناطحات السحاب الموجوده في اوروبا محدوده باقل الاشياء. فازاي مثلا احنا ما بنشوفش ناطحات سحاب في الدول الاسكندنافيه، ومع ذلك الاقتصاد والعمل ونمط الحياة جيد؟ فهنا في حاجة غلط، أو في حاجة تستدعي على الأقل بتاع كمان ده الدراسة والتأمل. ف... لكن قوة السيارة وقوة المدرسة الرأسمالية إن إحنا عايزين كويس، عايزين نوسع من الاقتصاد ونوسع بسرعة ونلحق بالركب، أوكي، إن إحنا نوسع المدينة بسرعة كبيرة. طبعا عشان توسع المدينة بهذه السرعة وتعمل اقتصاديات كويس، او تحاول تمشي على هذا النموذج، اوكي، فصعب انك تعمل، اوكي، ليس بالجدوى الاقتصاديه ان انا امد لغايه بيت صغير، اوكي، طريق كامل اسهل لي من ان انا اعمل السكه حديد، اوكي، يمشي عليها مترو او ترام، وخلي سواق بيروح يركب هذا المترو او الترام يعدي على هذا البيت فقط كل يوم، وهو في النهايه احنا ممكن نعمل طريق اسفل ارخص بكتير، وهو الراجل هيبقى عنده عربية يجي لوحده. طيب، وهو كمان بيشيل العبء ده، بيشيل كمان تكلفة التنقل، اوكي، انا مش الحش، انا كدولة مش الحش. فبالتالي هذا النموذج، تأكد من ده للدول بقى ناجح جدا في التوسعة المدن. وده ظهر، اوكي، رغم من يعني نرجع تاني على الانترناشونال ستايل اللي احنا ذكرناه في البداية، اوكي، وكان ابرز الاسامي اللي كانت موجوده في هذا البيان كويس كان لكوربيزيه. والكوربيزيه هو يمكن من اشهر الناس، اشهر الاسامي اللي بيتم ربطها بالعماره الحديثه كويس. هو ومعاه طبعا المعماريين المشهورين ميس فان در روhe، ومعاه كمان فرانك لويد رايت. وهم حقيقة عملوا كويس عمارة كويس مش بس شكلها جيد بتاع كمان، ولكن فيها شيء كمان من الكفاءة العالية، اوكي، وخصوصا حد زي ميس فان در روhe لان هو اكتر واحد عمل ناطحات سحاب، وكان يسمى بابو ناطحات السحاب. ف لكن كان برضو عنده مباني ولو حتى طبق ارضي فقط، اوكي، ولكن شكلها كان جميل ورائع وفيها نسب كويس نتمنى ان احنا نشوفها اليومين دول، اوكي. لكن الامانه دلوقتي احنا لا عندنا الكفاءه ولا عندنا الشكل، وكمان حتى ولا بنعرف الانسان بيفكر ازاي ولا بيعيش ازاي. الشاهد الثلاث معماريين الكبار دول كل واحد فيهم عنده نموذج لمدينة قائمة على أحادية
الوظيفة للمناطق. أوكي. لو طبعا في حتى شبه من منظور كان عمله ميس فان دير رو، بس لما كان هو، لأن هو من الأصل الألماني، لما كان لسه كان موجود في ألمانيا، وكان عبارة عن مباني شبه بعض كتير، أوكي، في منطقة واحدة. أوكي. وهو دي التوسعة. كانت النظرية حتى بدأ يعني جت حتى الجزء النازي بعد كده في بعض الأماكن معينة علشان التوسعة وعشان الأماكن الجديدة، حاولوا إن هم يطبقوا الحاجات دي، ولكن يعني لأجل الحظ مع خسارة الحرب كمان ما تمش تبنيها كتير. وهتلاقي حد زي الكوربوزيه برضه عنده حاجة اسمها اللي هو بلان فوزوان. أوكي. وده كان جه قال لك لا، إحنا نيجي في نص باريس دي، المباني القديمة دي كلها نشيلها نهدها، وهنعمل حي كده بعد ما نشيل كل العمارات دي، ونعمل بقى إيه، مباني كلها شبه بعض. وبرضه كويس، فرانك لويد رايت عمل ما يسمى بالبرود ايكر بنفس الفكره. اوكي. فدي كانت الفكره السائده. اوكي. ان احنا نعمل مدينه هذا النمط الحديث. وطبعا احنا لما كنا بنقول هذا النمط الحديث، كانت الكلمه في حد ذاتها فكره جذابه جدا، فكل الناس عايزه يعني تلحق بهذا القطار الحديث كمان. يعني دي حاجه جميله، احنا لازم نوصل للحداثه ونسيب الافكار الرجعيه، اوكي، والقديمه والمتخلفه كمان اللي عندنا. كويس. وانا ما اعرفش دي هي كانت جت منين، وانا كمان حتى كويس، هل دي تتناسب معانا ولا احنا هنعملها ليه اساسا؟ اوكي. يعني لم ناخذ وقتنا الكافي كويس للتفكير حتى في هذه الافكار. اعتقد ده هو قطار الرأسمالية اللي كان داخل بغشومية في وقتها، يعني هو ده كان النموذج يعني اللي الرأسمالية تتبناه في الوقت ده، وهي كانت مسيطرة اعتقد. تصدق يعني تصدق او لا تصدق، الرأسمالية والشيوعية كويس، وده اللي بيشرح حتى الدكتور عبد الوهاب رحمه الله عليه، ان هم جايين من فكر واحد او من منبع واحد، رغم ان انت ممكن تشوفهم آه يعني ان هم متضادين، لكن في الاصل في الفكري هم جايين ان هو بيتعاملوا مع الانسان كمادة. كويس. ده حقيقي. يتم تشغيله ويتم استيعابه في أي من هذه المنظومتين. وعشان برضه يعني ما نخشش في تفاصيل تقيلة فلسفية أو اجتماعية، تقدر تشوف الكلام ده في ما احنا أسمناه في بداية الحلقة، إن هو بالعمارة الاشتراكية، وهي العمارات كويس اللي احنا بنشوفها، عمارات محدود الدخل. اوكي. وما زال نشوفها لغاية اليوم بيتم بناءها، عمارات كلها شبه بعض. اوكي. بتبقى على مرمى البصر بيتم نسخها. نفس العمارة دي اوكي تم انشائها في الاتحاد السوفيتي، وتم انشائها كمان في اوروبا كمساكن لمحدود الدخل وللإيواء، وموجود منها لغاية اليوم في اوروبا، وخصوصا انها كانت بتستوعب متضرري الحرب العالمية الثانية. فظهر بعد كمان الحرب العالمية الثانية كجزء من أعمار أوروبا هذا النموذج من المبنى اللي شبه بعض. في فيلم روسي دمه خفيف، بيظهر كل ان اي حد يعني بيقعد زي اللي احنا الايام اللي احنا فيها دي، ايام الكريسماس، وبيقعد يتفرج على التلفزيون بيشوف فيلم قديم. اوكي. بيظهر فيه واحد بيوصل المدينة او في المطار، بيطلع بيركب تاكسي، بيقول لسواق التاكسي على عنوان الشارع وعلى اسم الحي، بيروح بيلاقي مبنى، بيطلع المبنى، بيفتح الشقة، يكتشف ان ده مش بيته. مش المفارقة هنا انه ده لغاية دلوقتي الموضوع ممكن يشبه ان هو عادي دخل شقة غلط، لكن تقدر المفارقة هنا لما تيجي تعرف ان هو في المدينة الغلط، هو نام في الطيارة ما خدش باله، نزل في المبنى كلهم شبه بعض، كل المدن كان فيها نفس الحي بنفس الاسامي على نفس الشارع، اوكي، باسم نفس الشخص، وكلهم نفس النموذج. فبيطلع كويس وبيشوف ان المبنى نسخة طبق الاصل من نفس المباني ومن نفس الحي ونفس الشارع اللي موجود في مدينة تانية. هنا المفارقة الكبيرة بتاع كمان كويس. وهو الفيلم طبعا في إطار كوميدي، ولكن هو هنا دي المفارقة الكبيرة اللي احنا ما حسيناش بيها بتاع كمان ده، ان احنا كويس العمارة دي جت وبدأت كويس مش بس تمسح الشخصية، اوكي،
ده بدأت تلغي أصلا الإنسان، وتلغي خصوصيته، وتلغي خصوصيته. ما بتكلمش هنا على التعبير اللي هو الإنجليزي اللي هو البرايفسي، لكن خصوصيته كشيء خاص ليه، هو إن هو جاي من سبيشال، أوكي، أو تفرده خلينا نقول. فبدأت تلغي الإنسان إطلاقا. كويس. صاحب البيت ده هو ملوش أي كلمة إطلاقا في هذا البيت، هذا شكله ولا الشارع ولا كمان من اللي يسكن جنبه. ال 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 النظام ده من المباني، اوكي، مش بس بيكون يعني هنقول بتاع طب ايه اللي ممكن يحصل، يعني ايه، ما طب احنا حاطين سقف فوق الناس دي كانت قاعده جايه بعد الحرب او بعد اي مكان، الناس كانت قاعده في خيام، احنا حاطين سقف فوق دماغهم، اوكي، الناس دي كانت قاعده في عشش واحنا حاطين سقف في الدماغ. ايه الوحش في كده يعني هو في ناس كتير تسأل، دي مباني نظيفه فيها صرف صحي وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها دي، اوكي، ايه اللي ممكن يكون سيء في هذا النموذج؟ كويس. ده بيشرحه يعني برضه علماء الاجتماع، ما هو الشيء من الاغتراب او الالينيشن بالانجليزي. ولكن خلينا نبص برضه تاني الموضوع، نبعد عن المصطلحات النظريه اللي بيحصل، اوكي. ودي يعني لغايه النهارده اوروبا وامريكا بتعاني جدا من هذه المشاكل حتى اليوم، اوكي، حتى اليوم. كويس. اولا لاسباب كتير. اولا بتجيب ناس ما تعرفش بعض، بتسكن جنب بعض، فالشيء اللي, اللي احنا كنا بنعمله، الشيء الخاص ان هو العلاقه الانسانيه، ان ده جاري وانا اعرفه، اوكي، في عشره، فانا اخاف عليه بتاع كمان ده، او في مراعاه على الاصح. هذا الشيء اولا ما بين اطراف هذا المجتمع او هذا الحي غير موجود، اوكي، اطلاقا. ما فيش حد بيراعي التاني، لان اصلا احنا ما فيش حاجه تربطنا اطلاقا، ولا حتى المبنى، احنا صحيح قاعدين في نفس المبنى، اوكي، يفصلنا جدار، ولكن ما فيش مراعاه اطلاقا. كمان ما فيش اي احساس بالانتماء لهذا المكان. وهدي لك شواهد، مش بس انتماء للمبنى ولا للحي، ويمكن مش للدوله بس، لا تنتمي لهذا المجتمع. كان في صور انتشرت يمكن في مصر يعني آه كنت أنا توقفت عندها لما تم هدم المباني أثناء توسعة الدائري. نعم. لما تم هدم المباني كلها من بره، كويس، ما فيهاش، هي على الطوب الأحمر، أوكي، شكلها، وكان أنا كان ده شكلها حاجة قميء، ولازم المباني دي يتم إزالتها. أثناء الإزالة ظهرت بعض الصور، كويس، حقيقي فيها شواهد دالة. لما تم، كويس، قطع المباني دي تقريبا كأنها تم قطعها بالسكينة وشيل الأعمدة، بدأ يظهر، كويس، أكنها بتعمل قطاع حقيقي جوه المبنى، وبتشوف كل الغرف اللي جوه المبنى. ظهر إن المبنى ما هوش طوب أحمر من جوه، ظهر إن هو ملون. مش ملون كده، ده ملون كمان ألوان زاهية جدا، وكل واحد عامل لون مختلف. فتبدأ تظهر الصور، اوكي، ان في دور اخضر، في لون اصفر، في لون احمر، وكل دور ليه هويه، اوكي. طيب. انا بنتمي للدور ده بس، كويس، من الداخل وليس من الخارج. الخارج لا يعنيني، كويس، انا لا يعنيني المدينه، ولا يعنيني الخارج، ولا يعنيني المجتمع نفسه. هو يشوف ايه، انا اشوف ايه، ولوحدي. فكمان، كويس، ما فيش شيء، مش بس من عدم الانتماء، ما فيش شيء من الانانيه، ما فيش مراعاه. كل ده ظهر من المبنى ده، ايوه، كل ده ظهر من هذا المبنى. دي للأسف مشكلة متوارثة في معظم المباني اللي في مصر حاليا يعني فكرة أصلا الانتماء لجوه، وإن أنا مهتمش ببره، ولا لازم مثلا إن أنا أدي فينش للمبنى، أو إن أنا أهتم بإن أنسق شكل المبنى من بره مع الشارع مع المباني اللي حواليا. الموضوع ده بقى فعلا ثقافة يعني أكتر من أي حاجة. الناس بقت مولودة بيه حرفيا، يعني لو أنا تمام ههتم بالجزء اللي جوه أو الجزء اللي أنا عايش فيه، مش مهم اللي بره إيه يعني. هنا فكرة الإشراك بتظهر أهميتها، وفكرة يعني برضه نتخيل بتاع كلام ده، أن النظام السياسي هنا برضه بيأثر على العمارة. النظام السياسي هو اللي عمل مش بس المبنى ده، أوكي،
لكن فكرة الإشراق حتى وإحنا بنعمل المبنى ده ما كانتش موجودة، أوكي، أو معدومة يمكن. فبالتالي أوكي، فكرة الإشراق دي أنا ما بقتش حاسس إن هذا الشيء يخصني إطلاقا. خلينا نحكي حدوتة دمها خفيف، كويس، زي ما أنت قلت في البداية أنا بحب أقول الحواديت، كويس. أنا بعتمد إن الحواديت، أوكي، الإنسانية الحقيقية الطبيعية، كويس، كاشفة جدا ودالة بشكل كبير، أوكي، لأنها صادقة. ولو تأملنا فيها هنقدر بشكل جاد، أوكي، نعرف مشاكلنا إحنا كأشخاص وكمجتمع. في 2010 وصل مصر القاهرة، وصل في القاهرة، أوكي، استوديو إيطالي اسمه باسوراما. باسوراما، كويس، بيعملوا بعض الأعمال الفنية، كويس، العامة اللي بتوضع في الشوارع والميادين من المواد، كويس، قابلة للاستخدام، أو من الآخر بيعيدوا استخدام أحد الأنواع من المخلفات. باسوراما مشهورين بطبيعتهم دي، وبيروحوا أماكن كتيرة جدا في العالم، أوكي، وعندهم مشاريع بهذا النمط، وبيتعاونوا مع، كويس، فنانين ومعماريين من أهالي البلد والمدينة اللي بيوصلوا. المهم وصلوا القاهرة، والحدوتة دي أنا أعرفها بشكل شخصي، أوكي. وكان الوضع كالآتي، أوكي، عملوا شيء بينور بالليل، وبعض زي الكراسي اللي بتؤرجح، أوكي، من إعادة تدوير الأكياس النايلون أو المخلفات شنط البلاستيك اللي عشان يعملوا بيها الإضاءة، والورق المقوى عشان يعملوا بيها الكراسي دي. والمشروع موجود على الويب سايت بتاعهم لغاية النهاردة، أوكي، تحت الاسم القاهرة، اللي هم نفذوه في 2010. المشروع كان هيوجد في منطقتين في أرض اللواء في القاهرة، مناطق شعبية. وكان الهدف إن هو إن الناس دي تاخد شيء من جودة الحياة، يتم عندها يتعرض عليهم فن، ويتعرض عليهم، كويس، نوع من الترفيه عن طريق إن أنت تحط كرسي ورا حتى بيرجح حاجة بسيطة. تم تنفيذ الأعمال، وقلنا الناس هتروح تركبها. الناس قالت هتروح تركبها في منطقتين في زمانين مختلفين. يقعد مثلا زي أسبوع 10 أيام في مكان، بعد كده بينقلوها في مكان تاني. طبعا عشان هي معمولة من مواد، كويس، يعني اوريدي شبه مخلفات، اوكي، فما هياش بهذه بتاع كلام من ده القوة والصلابة. يعني ده في النهاية دي شوية أكياس بلاستيك تم كيها بالمكوى حرفيا عن طريق فوق قماشة عشان يلحموها مع بعض، وتعمل، كويس، حاجة كبيرة جدا بتنور بالليل، حاجة شبه حجم البالون الكبير. راحوا في يوم أول مكان للصبح، بدأوا الناس بدأت تتلم. أولا ناس واضح إن هم فيهم أجانب، لأن كان معاهم مصريين، وبيعملوا حاجة إحنا مش فاهمينها. فبدأت الناس تسأل، زي ما ذكرنا في البداية، قال الإنسان عدو ما يجهل. إحنا منغلقين، فإحنا ما أي حاجة جديدة إحنا أعداء، أوكي، إحنا ما نعرفش. فالناس بدأت تسأل أنتوا مين؟ أول سؤال، أنت مين؟ عايز تعرف هو مش عارف أنت بتعمل إيه. ده السؤال اللي بيجي ورا بعض، أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي جابك هنا؟ وهذه الأسئلة. فبدأت طبعا المهندسين الشباب اللي كانوا موجودين بيبدأ كل واحد يبص حواليه، وكل واحد بقى، كويس، بيجي له شخص على حدة يسأله أنت بتعمل إيه؟ بيبدأ يشرح له ويحاول يطمنه، إحنا مهندسين وإحنا بنعمل فن، أوكي، عن طريق تدوير بعض المخلفات وبنعلقها، وبيحكي حدوتة بالكامل. ودول ناس أجانب وأسبانيا وكم وهكذا. الموضوع المفروض لا يستغرق أكتر من ساعة أو 2. خد اليوم بالكامل وهم بيعلقوا فيه وبيحطوا في مكان، أوكي، عن طريق إن هو طبعا الناس عمالة بتوقفهم كل ثانيتين يسألوهم أنت بتعمل إيه؟ طبعا ضاق ذراعا بتاع كلام من ده، الناس عمالة بتتكلم. لكن في من الحاجات اللي برضه اللي دمها خفيف، إن بدأ الناس تحس من بعد ما تم تكرير الحدوث دي أكتر من مرة، ظهر راجل كبير في السن، أوكي،
سمع الحدوته اكتر من مره، وبدا يخطب في الناس يقول لهم يا جماعه الخير، الناس دي جايه تعمل واحد اتنين تلاته، وبدا يشرح بالنيابه اوكي عن المهندسين اللي كانوا واقفين، وبدا يبتاع يتفضل يا باشمهندس ويبدا يعزم عليه وبتاع، يجيب لهم طب اتفضلوا معانا والشاي وبتاع، وبدات الجو يختلف عن اصابع الاتهام اللي كانت موجهه اليهم في البدايه. لكن ده لم يمنع ان طبعا انت علشان تعمل حي مع الحي بالكامل بدات تشرح الموضوع اكتر من مره ووقت طويل، فاستهلك اليوم بالكامل. في اللحظه دي برضو احنا كمصريين ما لم نستوعب برضو الدرس بشكل كامل، فاحنا قلنا لا، احنا دي كانت غلط ان احنا رحنا بالنهار وقت ما الناس كلها كانت موجوده. اوكي، احنا لما نفكها ونروح نحطها في مكان تاني يبقى نعمل الحوار ده بالليل. وقد كان، رحنا فعلا لم يلمسها شيء، سيبناها اوكي لفتره بالكامل لم يمسسها شيء اطلاقا، فكت اكنها لسه متركبه، شلناها اوكي واتحطت في مكان تاني. بس المره دي اوكي على حد كويس استيعابنا في اللحظه دي ان مع تفادي الخطا الاول ان احنا ما نروحش بالنهار علشان لا نثير اسئله. وفعلا اتركبت اوكي قرب الفجر، والناس طبعا كانت سهرانه اوكي فراحوا ناموا، وتاني يوم صحوا على الظهر وراحوا يشوفوا اللي هو كانوا لسه معلقينه بالليل. وهنا كانت المفاجأة إنها تم تدميرها بالكامل. طبعا أي حد بيظهر من الخارج يقول لك إحنا شعب همجي، ده مجتمع متخلف أوكي، كان حاجة شكلها جميل وبتنور وبتفيدهم دمروها. وهنا كويس الحدوتة بتنتهي فعلا مع التدمير، ولكن ما بتنتهيش مع اللي حصل فعلا، انك تبدا تستوعب ان دول نفس الناس في نفس المكان في نفس المدينه اوكي في نفس الحي تقريبا كويس في نفس التوقيت. المجتمع ما اختلفش، المجتمع لم يختلف، اللي اختلف كويس طريقه تقديمك للفكره للناس. مرة أشرف لهم في العملية ومرة لا. بالظبط، ده اللي احنا بنسميه دلوقتي اللي هو بيسموه الاب داون بوليسي، يعني الاركتكس بيعملوها في الوقت الحالي، يعني لو عكسنا ده على المباني على المباني والمدن طبعا. فعلا اللي انت بتذكره ده هو ده يعني التلخيص اللي ظهر لهذه الظاهرة، وده بقى العلم الكامل ان ده دي، لان احنا اتعلمنا ده اللي احنا بنحكيه كله في مصر كويس، في حاجه اسمها البارادايم كويس، نحاول يعني اترجمها بالعربي او ما يسمى بالنسق الفكري. الكلمه غير داله اوكي للامانه، يعني الترجمه العربيه ما هياش واضحه قوي، لكن النسق الفكري او البارادايم ده اوكي هي حاجه اشمل من ما يسمى بالميثودولوجي. يعني انت وانت بتعمل مشروع اوكي يعني بدانا نعرف ان في حاجه اسمها ميثودولوجي، طريقه التفكير. انت فكرت ازاي في المشروع ده اوكي، ان انت والله كان في ارض، في واحد اتنين، في عندك معطيات واحد اتنين تلاته كويس، مع المعطيات دي بدات تحللها تعملها تداخل مع بعض تضافر كويس، وبدات تطلع بمعطيات برضو اللي هي الف وب وج كويس. ده في حد ذاته كويس طريقه التفكير تسمى بالانجليزي اللي هي الميثودولوجي. ولكن البارادايم هو كلمه اشمل كويس، هو النسق الفكري اللي بيؤدي الى هذه الميثودولوجيز اللي انت بتشتغل عليها. هو يعني زي مظله اكبر اوكي. ففكره اللي احنا بنتكلم عليه الاب الداون اب او الاب داون بتاع الكلام ده، هو ده النسق الفكري العام، النسق الفكري العام، واللي احنا الى حد بعيد اوكي يعني ما حدش وضحه لنا واحنا بندرس، ولا حتى بنعيش الحياه اليوميه، لان لما يتم اشراكنا في اي شيء اوكي. واللي انا بحكيه لك ده اللي انا تخيلت ان هو تجربه شخصيه فقط او حاجه عندنا احنا. وللامانه علشان اكون صريح معاك، انا لم استوقف اوكي هذه الاحداث في حينها، لكن انا قلت زي الناس كلها ان ده شيء همجي اوكي، ولم استوعب في حينها. وده لا عقدة تطلع احنا شعب مش متعلم وكده يعني كلام احنا في حينها حقيقي بتاع كلام
كل بتاع زي ما حكيت لك الموقف اللي كان اثناء الدراسه. اوكي. الموقف ده بيتكرر، خلي بالك، بشكل مستمر في حياتي، لكن لازم اقف كل فتره وابدا استوعب ايه اللي بيحصل، واحاول استرجع كمان المواقف وابص عليها بطريقه تانية. يمكن ده اللي بيخلي ان البني ادم فعلا مش بس ممكن يغير رايه، ده ممكن يعمل راي مخالف تماما للراي اللي كان بيتبناه في يوم من الايام، مخالف تماما وعلى العكس النقيض. المهم، الشاهد من الاشراك ده كويس، واللي انا زي ما بقول لك ان هو انا كنت متخيل ان هو آه حاجه شخصيه، لكن واضح ان فعلا زي ما انت بتتكلم ان في علم كامل. اوكي. وفي حد لمسني جدا كويس، وهي تجربه انسانيه اخرى كويس، ل يعني مؤرخ مصري، ويعني هو كان كمان وحاليا بيدرس في امريكا، وكان بيدرس في انجلترا، وهو يعني من الناس اللي انا اعتز جدا بقرايه كتبها، او حتى آه، اسمعه بيتكلم. هو ليه كتاب مشهور جدا، اوكي، اللي هو كل رجال الباشا. انا نسيت اقول اسم المؤلف، اللي هو الدكتور خالد فهمي. الدكتور خالد فهمي اثناء تواجده في انجلترا حصل له موقف مشابه. اتبعت له، قالوا له في اتوبيس بيقف في المحطه اللي جنبك، الاتوبيس رقم كذا، من اول التاريخ الفلاني ده كويس، احنا شايفين انه ممكن انه ما يقفش في هذه المحطه، ايه رايك؟ طبعا احنا بتجيلنا ايميلات كتير قوي بهذا الاستبيانات وهذه الاشياء، واحنا طبعا احنا لا نعبأ بها اطلاقا. اوكي. دي بتتحط في فولدر لوحده كده كويس، وهي اشبه الى السبام لينا، اللي هو دي حاجه مش مظبوطه. اوكي. ده فيروس باين عليه. اوكي. فاحنا لا نعبأ بهذه الاستبيانات ولا هذه الاراء، ولا ده اعلان يمكن ولا حاجه، لا. ولو انه الايميل جه باسمه كويس، فمدام يعني بعت له مره الثانيه بتاع كلامندا، لغايه ما بعت له شخص بعينه بتاع كلامندا وقال له مستر فهمي بتاع كلامندا، احنا عايزين نعرف رايك في الاتوبيس. ولكنه برضه اوكي لم يعبأ به. اوكي. لغايه في يوم اوكي لا حد بيخبط على الباب، فقال له خير. قال له مستر فهمي احنا بنبعت لك وانت ما بتردش علينا، انت ايه رايك في موضوع الاتوبيس؟ قال له انت جاي تسأل على الاتوبيس؟ قال له الاتوبيس مش هيقف في المحطه. اوكي. قال له اصل انا مش انجليزي، وكمان انا يعني انا لا املك هذا العقار يعني، احنا ده مفهوميتنا كويس، انت لازم الحق تملكه يا اما بفلوس، يا اما كويس بان انت ضع ب... مش بس بعرق، انا لا لست انجليزي. اوكي. انا لا احمل جنسيه ولا املك هذا العقار، فبالتالي انا ليس لي حق، لكن هو كحق كانسان كويس، هو ده اللي احنا جهلناك اطلاقا. فقال له انت ساكن في المكان هنا كويس؟ قال له اه. قال له خلاص يبقى ليك راي، ولو انت معترض احنا بنتجمع عشان نناقش هذا الموضوع ومواضيع اخرى كويس، في زي ما يعني ما يكون الحي، اوكي، مبنى الحي في التاريخ الفلاني، لو انت متضايق تعال اعترض. كم الحرص في المجتمعات الاخرى كويس على ان الناس تشارك وتكون جزء من العمليه، هو ده اللي بيفرق. ان الانسان كويس، او المواطن بقى، خلينا نسميه بتاع الكلام من ده كويس، او الانسان الاجتماعي ده كويس، عنصر المجتمع ده بيحس بالانتماء كويس، وبيبدا يدافع كمان، لان انا كنت جزء من هذا من هذا الكيان، جزء من هذا القرار كويس، فهدافع عنه وهدافع عنه باستمات، لان انا كنت جزء منه. لكن ده للامانه يعني وللاسف الشديد طبعا يعني ايه، احنا يعني في احيان كتير ساعات ممكن يعني نقول ان ده يعني شيء من الرفاهيه، والجزء ده من العمليه نفسها، حتى واحنا بنصمم المباني ان احنا نسال الناس، بنكتشف ان هو ونقول لك لا ده يعني حاجه ما هياش ضروريه، فبالتالي احنا هنعمل المبنى وهنتخيل، نرجع للمفهوم بتاع الكلام ده، ان ده مبنى ناجح لانه شكله حلو، وانا شايف ان هو شكله حلو، وانا المعماري وهو ده الحقيقي، مش محتاج ان انا اخد راي حد. انا اللي دارس كويس، وانا المهندس، وبقول لك ان ده شكله حلو، ما يهمنيش اللي هيقعد جواه ولا اللي هيعيش جواه ولا اللي هيستعمله يقول عليه حاجه تانية.
انا المهندس بقول ان ده احلى حاجه. فهنا العنصر الانساني لما نزعوا بتاع الكلام من ده، وهي بنظره يعني مش بس طبقيه، نظره يعني بتاع الكلام من ده، انا ببص من نظره عليا بتاع الكلام من ده على الاخرين كمان. تاني كويس، بشيل جزء من انسانيته، ان هو مش انسان، هو مش من حقه ان هو اصلا يدلي برايه. كويس، انا فاهم اكتر. حتى لو هو كان رايه ده هيقول حاجه بسيطه جدا، لكن هيحس ان حد جه سأل. كويس، مش لازم ناخد بالحرف هو اللي بيقوله. اوكي، وهنا ده ذكاء المهندس نفسه كمان، حتى اللي بيصمم. لان الناس ما بتقولش، ما عندهاش القدره كمان على التعبير. اوكي، او اي مستخدم كمان، اوكي، ما عندوش القدره على التعبير بالظبط وبالتحديد هو عايز ايه. اه في انا في فاهم جمله المشكله. تن- في جمله تنسب لهنري فورد، كويس، ان هو كان ذكر ان الناس لما كان يتم سؤالها، اوكي، تحب تسافر بايه، يقول لك انا عايز حصان اسرع. لم يتخيل في باله، كويس، ان ممكن يبقى في حاجه تانية غير الحصان يسافر بيها، حاجه زي العربيه او القطر. مم. اوكي، المخترع، كويس، والانسان القائم على تطوير حياه الانسان، كويس، بان هو يوصل له رفاهيه زياده او خدمات زياده او او ما شبه. اوكي، انه لا، انا في حاجه تانية غير الحصان. هو قال هو عايز ايه للامان، بس احنا لو دققنا كويس هنعرف ان هو كان عايز يسافر، عايز يسافر بسرعه واريح. الحصان في حد ذاته ما هوش الهدف. مم. ضمنيا هو قال هو عايز ايه. اوكي، مظبوط، ده اللي يخلي ناس زي هنري فورد يبقوا يطلق عليهم ناس فيجينيري، عنده رؤية وتطلع للمستقبل. هو ياخد كلمة زي دي يخترع بيها أو يطلع بيها عربية. هي يعني لما ساعات بنقولها على بشكل بشكل بسيط بقى الحاجه ام الاختراع، ولكن هي الحاجه فعلا بقى، بس احنا بنقولها برضه ما لا تستوقفنا هذه الجمل ساعات. يعني هذه الجمل لا تستوقفنا بتاع كلام ده، ان فعلا هو الراجل محتاج هذا الشيء، كويس، ولكن آه انا ما ركزتش بالظبط هو عايز ايه. ففكره الاشراك المجتمع، فكره الاستيعاب، فكره دراسه الانسان نفسه، دراسه المجتمع من خلال طبعا العلوم الانسانيه المختلفه، سواء كانت علم الاجتماع او الفلسفه، كويس، او حتى علم الاعصاب والعلم النفس طبعا على راس الحاجات دي كلها. مع علم الاجتماع انا شايف ان علم الاجتماع، كويس، بشكل شخصي، اوكي، من الحاجات الاساسيه ل... كجزء من دراسه الاعمار بصراحه. ده أكيد يعني نقدر نقول إن كلمة السر بالنسبة للطرح اللي احنا طرحناه بتاع النماذج المدن المتنوعة، هي الإشراك المجتمع، وإن احنا نسيب الإيجو اللي عندنا احنا كمعماريين مخططين، وبالنسبة كمان للديسيجن ميكر. دي اللي هتخلي نقدر نقول دي اللي هتخلي المدن بتاعتنا أحسن بشكل عام. هو مش طبعا يعني الاعتماد فكره على الاله او السياره كمان في التنقل. ال 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 هو ما هوش حل مجتمعي، هو حل فردي. لكن لو بدأنا نفكر في الحلول كمان، حلول مجتمعية، فهو حاجة شاملة أكتر، خلي الناس كلها تتكاتف مع بعض. كويس، زي الحل بالظبط اللي خلى واحد من أولياء الأمور يعدل الأطفال قدام المدرسة. كويس، حاجة زي إن نخلي إن الناس في أرض اللواء، كويس، الحل المجتمعي هنا كان الإشراك. الإشراك هو أحد الحلول الاجتماعية. كويس، يمكن أهمهم، أوكي، لكن هو ليس الوحيد. كل ده، كويس، دي حلول اجتماعية، لكن شكل المدينة، اوكي، الرأسمالي لأن ظهر بعد، يعني في دلوقتي حتى ما شيء من المدارس، كمان حركات سياسية، كويس، اللي هي الحركات اللي تسمى الاجتماعية، السوشياليزم، اوكي، اللي مثلا حد بيتبناها، مثلا أحد المرشحين السابقين للرئاسة في أمريكا كان يتبنى هذه المدرسة، اوكي، ولكن لغاية النهاردة ولم ينجح حد بهذا السوشياليزم بصراحة في أمريكا، اوكي،
ولكن الجميل في كده ان معظم الناس اللي بترشحه او بتأيده هم من الجيل الجديد اللي ظهر في اخر 20 سنه، ما يسمى بالجنريشن زي او جنريشن زد بتاع كمان جين زي زي ما بيقولوا بتاع. فده دي حاجه كويسه يعني دمها الى حد ما خفيف يعني. هو في إعادة الوظيفة إحياء دي بشكل عام، أنا شايف في إعادة إحياء أصلا للفكرة دي بتاعت الووكابل سيتيز، وإن إحنا نبدأ نستغني شوية عن العربية. حتى عارف أنت حضرتك النموذج اللي اتكلمت عليه بتاع المبنى اللي هو دور أرضي عبارة عن محلات وحاجات تجارية، وفوق فيه مكاتب وأماكن العمل، وبعدين فوق فيه الأماكن السكنية. وده اللي بيتقدم دلوقتي يعني از ميكسد يوز، يقول لك ده ميكسد يوز ووكابل ديستريكت. يعني الكلام بدأ يتقدم دلوقتي بشكل اكنه مودرن او كأنه فكره جديده، بس هو حقيقي ده الاصل يعني. هو ده فعلا ده اللي كان زي ما انت ذكرت. اوكي. يعني هو ده اللي كان متعارف، لان هو الحل هو حل آه، اجتماعي جه ظهر على مدار عصور. ما كانش فيه معماري كان بيقول نظريات ساعتها. انت هنا دي كانت الاب تو داون، لو جيل معماري بشكل فوق تماما كويس، قال لك الناس كلها اللي في المدينه دي كلها انا هقول لهم يعيشوا ازاي ويتحركوا ازاي. اوكي. فهنا كانت نظره فوقيه اطلاقا. اوكي. ولكن ما حصلش ان هو الناس قبل كده ما كانش المدن ما كانتش بيتم انشائها بالتخطيط، هذا التخطيط المعد وبشكل التوتاليريزم زي ما بيتكلم، هو شكل السلطه الدوله المركزيه. لكن المجتمع نفسه هو اللي كان بيحدد كويس شكل المدينه ممكن تكون شكلها عامل ازاي، مين اللي يقعد جنب التاني. وقوى المجتمع نفسها بتبدا تظهر كمان نوع من انواع الانماط. يروح شخص في مكان معين كويس عند مدخل المدينه كويس في حته فاضيه، يبدا يستوعب مثلا نوع من انواع البضائع كويس، بينشا في نفس المكان ده شيء من السوق لهذا البضائع. كان في توك برضو من الحاجات الطريفه جدا لمعماريه انجليزيه كويس، بتتكلم ان ازاي ان الطعام كويس هو اللي شكل المدينه. كانت بتتكلم على مدينه لندن بالتحديد. فبتتكلم ان هو ان ازاي كانت المراعي مثلا في جنوب المدينه او جنوب النهر كويس كانت بتتحرك. اوكي. من المراعي دي الاغنام كويس بتدخل المدينه في حته معينه، وعلشان المدينه بيبقى ليها كثافه ما تقدرش الاغنام تتوغل جوه المدينه، فبتقف عند هذا الباب او هذا المدخل المدينه ما يبقى عند الكثافه. اوكي. وبيبدا ذبح الحيوانات دي وبيع اللحم. فبيظهر كويس عند هذا المدخل او هذه النقطه كويس اللي هي يعني بشكل بتاع يعني كانها قمع يعني بتاع كلام من ده بيتركز عندها الناس دي من كثافه المدينه، التقاء كثافه المدينه بالمراعي، فيظهر هناك سوق اللحمه كويس او سوق بيع كويس المنتجات الحيوانيه اللي جايه من المزارع. اوكي. بشكل تاني على مدار السواحل، ودي ممكن حاجه نقدر نلاحظها في اي مدينه ساحليه كويس، فين الاماكن الهاديه اللي ممكن الناس تقدر تصطاد فيها، فينشا هناك مثلا اوكي اسواق اسماك وهكذا. فكان ده لو فاكر جزيرة الصيادين اللي في الماكس قبل ما تهد طبعا. دي كانت اوريدي دي جزيرة كاملة الناس عايشة فيها بناء على مهنة الصيد يعني. مظبوط. فهنا الجزيره نفسها ما جاش مخطط وقال والله احنا هنا هنعمل حاجه جزيره للصيادين، لكن المكان نفسه بطبيعته تحكم في الوظيفه وشكلها، والناس المهتمين بيها بدأوا يقنطوا هذا المكان. ولكن اوكي بأي شكل تاني اي نمط تاني من العمارة كويس اللي هو الاب تو داون اوكي هيجي لو من فوق من اعلى الى اسفل. أوكي؟ هيجي يقول لا احنا الحته الجزيره دي هنعمل عليها منتجع تبقى حلوه جدا. هنا المفارقه اللي احنا بنتكلم عليها كويس، الطريق اللي احنا من احد المفارقات يعني اللي انا دايما بستشهد بيها، الطريق اللي احنا بنتكلم عليه النهارده كويس ان هو ده وسيله الربط. يعني احنا لما نعمل طريق وكان الناس تفرح حتى اوكي
في البلدات الزراعيه بتاع لما يوصل لها الطريق الاسفلت. اوكي. فكانت تحتفل ان الطريق وصل لها. اوكي. يعني هو يمكن يعني في الاماكن النائيه لغايه النهارده ممكن الموضوع ده لسه يكون الناس تقدر تحسه. اوكي. لكن لما الطريق ده اللي هو وسيله ربط، لما تدخل المدينه، كويس، الطريق ده هو وسيله ربط بقى، وسيله فصل. اوكي. لما احنا نحب دلوقتي، كويس، نعمل مجتمعات، كويس، مغلقه. اوكي. ما يسمى بالجيتد كوميونيتيز او بالكومباوندز، هنفصله عن طريق عن اماكن تانية، نعمل طريق عريض جدا، كويس، صعب تجاوزه، محدش يقدر يعدي، زي الطرق السريعه اللي بيتم اختراق المدينه، كويس، والطرق السريعه اللي داخل المدينه معهاش حل معماري آه يعني يتناسب. لو تبدا تظهر الاماكن او المدن كويس، حاجه مثلا، حاجه زي مدينه لندن بكثافتها وبكبرها. اوكي. وبتبدا تشوف المدينه دي هل فيها طرق سريعه بالداخل؟ كويس، ما تلاقيش. اذا ففي امكانيه ان الناس تقدر تعيش في مدن مليونيه بكثافات عاليه، كويس، من غير ما يتعمل لها طرق سريعه. فهنا اللي احنا محتاجين نقف عنده، ان احنا نبدا نشوف نماذج تانية، ولا نستسهل الحلول زي ما انا استسهلت لما انا قلت للبروفيسور ديفيتا احنا نعمل نفق. اوكي، سهل جدا. اوكي، من غير ما افكر، من غير ما احس واشوف التبعيات. لكن الحلول الانسانيه اللي بيتم نبعا من المجتمع نفسها، هي دي الحلول الأكثر معمارية في رأيي. الحلول يعني بتحاول تشوف الهدف الرئيسي من المهنة بتاعت العمارة نفسها. فكرة ان انا يعني انا عندي مشكلة ان احنا تناسينا الهدف الرئيسي. يعني زي ما احنا كنا بنتكلم، يعني فكرة ان انا بقيت شوية الموضوع ببص عليه من فوق بغض النظر عن الناس اللي عايشة. فهو الهدف الرئيسي حتى بداية من أول نقطة اتكلمنا فيها، من دراسة العمارة لحد المدن اللي احنا عايشين فيها، الاهتمام بالإنسان ودخوله في العملية التصميمية نفسها مهم جدا يعني. وبنشوف بصراحة معماريين واكزامبلز كتير يعني، منهم حتى احنا كنا عملنا حلقة عن جيني جانج يمكن، وحضرت لها أنا وعبد الحميد محاضرة هنا في القاهرة في اليو سي. كانت كل المشاريع يمكن نتكلم عليها ازاي شركة الأعمار المختلفة تبعا للمشروع ونوعه، التيبولوجي اللي بتتكلم فيه، فازاي خلت فيه تشارك من أول عملية تصميم لحد التنفيذ عشان يطلع المشروع بالطريقة أو بالشكل اللي هم متخيلينه، مش اللي هي متخيلاه. ليا طبعا وجهة نظر معينة أو ليا أبروتش معين، لان انا دارس حاجه بحاول اخليها تبقى ملائمه للانسان، ولكن في الاول والاخر انا محتاج احقق النيدز اللي الناس اللي عايشين في المنطقه دي محتاجينها اكتر ما بحقق او بحاول اخلي الايجو بتاعي يسيطر على العمليات التصميميه يعني. لأن ده حقيقي، ده حقيقي. هو للأمانة فعلا في نماذج كتير معاصرة دلوقتي، وزي ما ذكرنا إن هو آه دي حركات كمان سياسية، يعني حركات مجتمعية بشكل عام، آه بتبدأ إن هي تنتشر حاليا ما بين الأجيال الصغيرة أو الأجيال الشابة، خلينا نسميها الأجيال الشابة، اللي بدأوا كمان يظهروا للقوى العاملة كمان في المجتمعات. فبالتالي تأثيرهم بدأ يظهر بقوة، وبالتالي احنا متوقعين ان احنا يعني او نأمل على الأقل، ان احنا نبدأ نشوف التأثير ده بشكل عام على كل المهن، مش بس مهنة العمارة يعني. طيب بما ان انت بكره فتحت النقطة دي بتاعت جيني جانج والابروتشز اللي موجودة دلوقتي، النماذج اللي موجودة دلوقتي، انا حابب برضه اعرف بقى منك يا باشمهندس رامي. انا شايف ان ما شاء الله حضرتك عندك توجهات خاصه جدا واراء تقدر تدافع عنها بشكل قوي ومعترض على بعض الحاجات اللي مطروحه دلوقتي ومنتشره في ممارسه العماره، اللي بتنتج بقى عماره حوالين العالم بشكل عام يعني. فانا حابب بقى اخد الموضوع برضه بشكل شخصي بالنسبه لك. انت بقى بتحب تشتغل في انه نمط من المشاريع اللي بتحس ان انت بتعرف تخرج فيه اللي انت عايز تخرجه بقى انت كراجل ممارس للعمارة؟ والله هو سؤال حلو برضه. هو
كل ما انت بتحاول انك بتلمس حياة انسان وتحس ان انت فعلا اثرت بشكل قوي في حياة الانسان ده، بتحس بقيمة اللي انت عملته. في ناس بتبدأ تحس بيها بالكم لما تيجي تشتغل على حاجة على مستوى المدينة، بتأثر في حياة المدينة، بتساعد. لكن في برضه حد، اوكي، يعني لما تيجي تبني له بيته، شخص واحد هيكون أسرة، وانت ائتمنك على ان انت مش بس تبني له بيته. هو متخيل ان هو برضه كويس، ان هو بس عايز بيت شكله حلو ومريح، اوكي، وسقف، اوكي، منور، ممكن كويس يدخل الشمس، كويس، بهذه الطلبات البسيطة بيجي لك وبيقول لك ان انت، انا عايز اقعد في سقف. انت في الخلفية، اوكي، بكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، بتبدأ تنظر للشخص ده مش بس ان هو بني ادم عايز مأوى، لكن تحاول تقرا حاجات ما بين السطور زي ما هنري فورد حاول يعني، اوكي. من ضمنها مثلا ان اسأل أسئلة لنفسك حتى لو هو مش هيسألها لك. هل البيت ده هيربي فيه هو كويس ناس صالحين للمجتمع؟ السؤال يمكن غريب شوية، ويمكن يعني ما تتخيل ان هو سؤال مجعلص قوي زي ما احنا بنقول في مصر، اوكي. سؤال مركب جدا ده، ويمكن مش في محله. هو انا اللي هربيهم ازاي؟ انا مهندس معماري هتعامل مع الراجل ده لمدة ايام بسيطة، اتخيل ان انا هأثر فيه بهذا المنظر يعني، او هأثر في حياته وحياة اولاده كمان لسنين قدام. وللحقيقة هو ده للأمانة كل واحد كويس البيت نفسه، لأن مفيش حد هيبني بيت كل يوم. ممكن ده هيضل الحاجة الوحيدة اللي ممكن يبنيها في حياته. طريقة العيش في البيت ده هي اللي هتحدد كمان، زي ما احنا كنا بنعمل المدينة اللي بتحدد نمط التعامل الناس، اوكي. البيت برضه هو دي أحد الوحدات اللي في المدينة اللي ينطبق عليها نفس القواعد. فبالتالي كويس لو انت عملت بيت أثر بشكل قوي جدا كويس في حياة إنسان، ازاي قدر يربي أولاده، ازاي أثر هو في البيت نفسه فيه شخصيا وفي أهله، فبالتالي انت عملت كويس اللي المفروض تعمله كمهندس معماري. المدينة بتحيلك بإشباع طبعا لما تيجي تشتغل، ولكن على مش على فكرة المواصلات أكتر. بالنسبة لي أنا لما بشتغل على حجم المدينة، بشتغل على الأماكن العامة. وفكرة الأماكن العامة يعني إلى بعض الشيء في بعض الدول ممكن تكون مش واضحة كويس أو مفقودة. الأماكن العامة دي ممكن مش لا تجوز بس إن هي تكون ميدان في بعض الأحوال، ممكن تكون الشط، ممكن يكون الرصيف، كل دي أماكن عامة. لكن الرصيف مش فكرة إن أنت تمهده أو توصفه بشكل ما، أوكي؟ ولكن ممكن يكون الرصيف ده منارة في حد ذاتها، أوكي، لحاجات كتير. إن أنت تبدأ مش بس بدل ما إحنا نبدأ نحط كويس، لأن الفكرة الربحية برضه إن إحنا نحط إعلانات، أوكي، أعمدة إعلانات على الرصيف، أوكي، فاهم؟ فممكن بدل ما نفس الإعلانات دي تبدأ تفكر إن أنت تحط كويس أعمال فنية. الأعمال الفنية في حد ذاتها ممكن ترفع، أو يعني إلى حد بعيد يعني هترفع من المستوى الثقافي بتاع كمان، أو مستوى الجمال كمان في عينين الناس لما تبدأ الناس تتعرف على الجمال. فالإنجليزي يعني الكلمة الإنجليزي أنا ساعات يعني بستدل بيها، لأن بحس إن هي أقرب أو المفهوم بالإنجليزي بالنسبة لي أقرب، اللي هو البابليك سبيسز. تصميم البابليك سبيسز دي من الحقيقة الأشياء اللي بتبقى ساعات ممتعة جدا ليا، كويس. وفي نفس الوقت ويمكن بشكل ممكن الناس تشوفه متناقض، البيت والبابليك سبيس أكتر مكانين يعني بحس فيهم بالتأثير المعماري، أوكي. كل حاجة تانية في النص، أوكي، بالنسبة لي، أوكي، ما بين البيت لغاية حجم المدينة بالكامل، ما بين من حيث السكيل يعني،
كويس، او من حيث المقياس يعني من حيث الحجم ما زالت مهمة، ولكن الاتنين دول انا بحس فيهم بس بتأثير قوي جدا. مم. البيت والأماكن العامة في المدن. انا يعني انا اقدر اشوف انا وجه تشابه يعني. الاتنين ليهم خصوصية كبيرة جدا من حيث آه ما هي الأسرة برضه هي مجتمع صغير. هو مجتمع صغير ليه ديناميكية خاصة طبعا، لكن انت في الاول وفي الاخر انت اكنك بتصمم للانسان في مكانين مختلفين بشكل خاص جدا. يعني انت بتقدر تخش بتفاصيل صغيره بتمس الانسان. فانا من كلامك قادر اشوف التشابه ما بينهم. يعني هو مش من وجهه نظري مش متعارض خالص يعني. فهل ده بسبب اصلا الماستر ثيسيس بتاعتك انا كنت شايف ان هي كانت على البابليك سبيسز، ولا كان العكس؟ يعني هل انت اصلا انترستد بموضوع البابليك سبيسز دي قبل ما تعمل الثيسيس، ولا العكس؟ هو رحله الماستر هي اللي خلتك حابب الموضوع ده؟ لا، انا يعني بصراحة يعني ده لو في فضل في الموضوع فانا فعلا يعني نسيبه للماجستير للأمان. اوكي. مم. والجو العام اللي انا تعرضت له اثناء الدراسة يعني. لان زي ما وضحت التجربة بتاعت الماجستير دي غيرت فعلا التفكير بالكامل. اوكي. بشكل تدريجي صحيح، لكن كان فيها صدمات في النص، كان فيها في لمة كتير على الوش اه. لكن لكن فعلا يعني تنسب الفضل لاصحاب الفضل دايما، دي من الحاجات المهمه. كويس. وان تذكر الناس بالاسامي، دي من الاشياء المهمه اللي انا بعتز برضو ان انا يعني احاول بقدر الامكان ما دام الوقت بيسمح والمكان واللحظه بتسمح. كويس. ان يتم ذكرها. فللامانه لا، الماجستير انا اتعلمت فعلا فيها حاجات انا ما كنتش اعرفها قبليها. أوكي؟ غيرت من شكل تفكيري. ما اقدرش اقول اتغيرت للافضل او للاسوء، لكن اتعلمت حاجه. اوكي. اثرت فيا انا شخصيا. لو انت بتتكلم على الرساله نفسها، فعلا هي كانت عن الاماكن العامه، كان ليها خصوصيه، وحسيت ان انا و- رغم رغم ان انا حسيت ان التعليم اللي في مصر مش بس كان علمني بشكل يمكن منقوص، ولكن يمكن كان بشكل انا شفته في لحظات معينه بشكل ضار كمان. كويس. ان هو كان يا ريته ما علمنيش اساسا هذه الاشياء، لانها كانت بشكل ضار جدا، واضرت اكتر ما نفعت. ولكن كنت بدين حتى للفضل حتى للمكان اللي انا اتربيت فيه. كويس. وحاولت في رسالة الماجستير إن أعمل الموضوع بتاعها. كويس. عن مصر وعن المدينة اللي كمان اللي أنا عشت فيها. كويس. وعن مكان أنا حسيت إن هو ممكن يلمس ناس كتير. كان جزء حتى من الرسالة. يمكن ما أعرفش وأنت بتدور، أنا ما أعرفش أنت لقيتها فين بصراحة. الموضوع ان انا عملت رسالة الماجستير، لكن كان جزء منه. اوكي. كان فيلم تسجيلي انا صورته وترجمته بنفسي. و... وساعدني فيه بصراحة يعني بعض الاصدقاء يعني. كويس. واذكر بالاسم يعني مهندس معماري طارق صبرا يعني. هو اللي كان ساعدني بصراحة في التصوير. لان ما كانش معايا كاميرا للامانه اياميها، كنت بستعمل الكاميرا بتاعته. اوكي. اه. فاستعملت الكاميرا بتاعته في معظم الاحوال، وكان هو كمان بيساعدني، كان بينزل معايا يصور للامانه يعني. اوكي. ايوه. آه وكان ساعدني كمان آه في المونتاج اياميها. كان ساعدني في المونتاج. في ايام كنت بنزل اصور فيها لوحدي، وفي ايام كنت يعني انهيت حتى العمل المونتاج، بس هو كان للامانه كان خير معين يعني في مشروع الماجستير، او في الفيلم التسجيلي على صح. الشاهد ان في اثناء الفيلم التسجيلي يمكن ما كانش ان انا اصور المكان حالته، لكن كان في عباره عن حوارات تم انشائها ما بين المتخصصين. اوكي. كل واحد على حده. اوكي. وما بين الناس اللي بتستخدم الفراغ نفسه، وقدرت اوصل لاخر مصمم للبابليك سبيس ده.
وقدرت أوصل لواحد من أشهر المؤرخين المعماريين للمدينة كمان، كويس، وكمان أحد الباحثين في أحد المراكز المرموقة اللي موجودة للعمارة في اسكندرية. رغم إن هو ما كانش طويل، تقريبا أتذكر هو حوالي ما بين 10 ل 15 دقيقة. أوكي. وللأمانة ده كان آخر حاجة، يعني إحنا درسنا مادة الأفلام التسجيلية، كان جزء من الماجستير، وأظن إن ده كانت أحد الأدوات، زي ما إحنا كنا اتعلمنا في مصر إنك إزاي تمسك القلم وترسم بالمسطرة التي والمثلث. وده كان أحد الأدوات اللي لم تطرح علينا وقت الدراسة في مصر، ولكن طرحت عليا في أثناء الدراسة في إيطاليا. كويس، إنك تعمل فيلم تسجيل، إنك تعمل كتاب، إنك تعمل محاضرة وندوة، كويس، تدعي فيها كمان الناس بعد ما تخلص المشروع، اللي برضه توريهم تشركهم حتى في الفكرة، أوكي، في المشروع. ومش غلط إطلاقا إنك بعد ما تعمل المشروع إنك تعمل كويس نسخ منه تاني، وتبدأ تراجع أفكارك مرة تانية. حتى يعني هنرجع تاني حتى للدكتور المسيري. احنا يعني انا يمكن متاثر بيه، وهو يعتبر من الاساتذه اللي انا ما شفتوش، يعني هو الناس اللي اتعلمت منهم، وانا لم القاه يعني في حياتي اطلاقا يعني. اوكي. بعض الكتب، كويس، اللي هو كان نشرها مع الوقت، اوكي، رجع عدل بعضها ونشرها مرة تانية، اوكي، بملحقات او بملاحظات اخرى، كويس، او اضاف اليها، اوكي، بعد فترة. فاهم؟ بيوضح ازاي ان الفكر نفسه بيطور لدرجة ان هو ما قدرش ان هو كمان يعيش مع الكتاب بنسخته اللي كانت موجودة على حياة عينه، كويس، وبدأ يطور فيها مرة تانية ويطرحها مرة أخرى. الشيء ده حقيقي مهم، إن إحنا دايما نتأمل فينا إحنا شخصيا، في تصرفاتنا، كويس، في حياتنا إحنا، في أعمالنا، وفي كمان فكرنا، ونحاول نراجعه ل... من مرة للتانية، ونحطه قدام عينينا، نحط تصرفاتنا قدام عينينا، كويس، تبدأ تحاصر فيها، حتى لو بتكذب تبدأ تحاصر فيها كذبك أنت شخص، وأنت بينك ما بين نفسك حتى. هل أنت كنت صادق وأنت بتعمل الشيء الفلاني، أو وأنت بتقول الشيء الفلاني، كويس؟ هل كان فعلا كنت صادق من قلبك، مش صادق إن هو معنى إن هو إن بتكذب، إن هو الكذب بالمعنى السطحي اللي إحنا بنقول عليه بتاع كويس. لكن ممكن تكون أنت يعني زي ما بنقول في مصر بتضحك على نفسك او بتكذب على نفسك، اوكي. لان انت لما اي حد لو انت حتى عايز تسال الناس، وهنا ترجع لل... لان انت تقرا ما بين السطور. انت حتى لما تيجي تسال اي حد، كويس، بما فيهم نفسك، كويس، هل انت سعيد؟ كويس، في ناس ممكن تخجل تقول انها ليست سعيده، او في ناس بتكون سعيده ولكن ليست راضيه، ممكن فيقول لك ان هو مش سعيد، كويس. ممكن هو يكون سعيد وهو مش سعيد، وهو حتى ما يعرفش ان هو غير سعيد، هو ممكن يكون في منتهى البؤس لكن هو بيقول ان هو سعيد. فان انت تقدر تقرا حاجه بسيطه جدا، تخيل حاجه بهذه البساطه وبهذه الوضوح، ان تعرف حد سعيد او غير سعيد، اوكي، في احوال كتير ممكن ما تكونش حقيقه. ففي نسخ من الحقيقه، في نسخ من الحقيقه، عشان تبص لنفس الشيء في نسخ كتيرة من الحقيقة. وده كان للأمانة كان اسم حتى الفيلم التسجيلي بتاع كلام ده، هو نسخ من الواقع، كويس، versions of reality، اوكي. ان الواقع مالوش وجه واحد، هو ليه نسخ معين، في versions، في النظرة بتاعتك، في نظرتي يعني، وفي نظرة بكر، في نظرات كتير بتاع كلام ده، ليست بالضرورة أي واحدة فيهم أحسن من التانية أو أوقع من التانية، اوكي، ولكنها نظرات مختلفة، نسخ، كويس، في فيرجنز بتختلف. فبالتالي انت بتحاول انك تشوف قدر، ودام انت بعين الباحث او بعين الدارس، اوكي، علشان تبدا تشتغل على موضوع او على مبنى، كويس، لازم تبدا بعين الدارس، اوكي، انك تشوف كل هذه النسخ، اوكي، بقدر الامكان. مش هتقدر تغطيها طبعا كلها، ولكن بقدر الامكان شوف هذه النسخ، اوكي، من هذا الواقع، كويس، من نظرتك ومن نظرة الآخرين،
وتحاول تقف في مسافة كويس وسطية ما بينهم كلهم كويس، لأنك من غير تحيز كويس، رغم إن ده شيء يعني مستحيل كويس. يعني البايس ده اللي هو التحيز نفسه بتاع كمان دايما هيكون في تحيز كويس، لأن إحنا في النهاية بشر كويس، وده الموضوع دايما بيبقى فيه شيء شخصي كويس، وده اللي بيطلع البصمة بتاعتك في النهاية، إن أنت بتتحيز لحاجة على حساب الأخرى، لأن مهما كنت بتشوف النسخ من الحقيقة دي، وبتبدأ تدي لكل واحدة تقييم كويس، أنهي واحدة كويس أهم من التانية. الموضوع ما زال شخصي، الموضوع ما زال شخصي اوكي. وبتدي بتاع كمان ده التفسير لهذه الرؤى كمان برضه ده شيء شخصي، بتفسرها في اشكال واماكن والوان انت بتصممها اوكي. ما هي هو كلمه، هم بيستعملوا كلمه ما تسمى بالتفسير، اللي هي كلمه الانتربريتيشن بالانجليزي. دايما هتلاقيها المعماريين لما بيكتبوا بالانجليزي حتى كويس، بيقول لك اللي هو تفسيرك انت لهذا الشيء ده تفسيري كويس، وهو نابع من فكر الفكر حاجه شخصيه جدا كويس، وليس موضوعيا. ما دايما هو الموضوع كويس السبجكتيف مش اوبجكتيف. انت بتحاول ان انت تقول ان انا ام اوبجكتيف، ان انا بقى بنيت حاجتي كويس انا بشكل موضوعي، ولكن في جانب في النهايه جانب شخصي. ده الكلام ده يجوز ان هو ما يكونش بالجانب الكبير، ممكن يكون 1%، ممكن يكون 10%، ممكن يكون 90%، لكن لا يمنع ان هو لازم يكون فعلا جانب شخصي في التحليل وفي الرؤى. ده كلام قوي جدا يا مهندس رامي، وبجد يعني انا استمتعت جدا بالمناقشه دي. انا كنت عايز من ناحيتي انا ما اعرفش بقى بكره عنده اشاره تانية ولا لا، بس انا من ناحيتي كنت عايز اسالك على في الاول انت ذكرت ان انت كنت تايه وحاسس ان في حاجه ناقصاك قبل ما تاخد تجربه الماستر يعني. فانا كنت عايز بس سريعا كده نصيحه اخيره لكل الشباب الصغيرين اللي حاسين ان هم تايهين، انا حابين العماره بالاصل بتاعها، الاسم بتاع المفهوم الحقيقي اللي احنا بنتكلم فيه. بس هم حاسين ان في حاجه ناقصه، ما في مفاهيم مش مكتمله عندهم. فالنصيحه سريعه كده تنصحهم بايه؟ والله انا ما افتكرش نفسي في موقع ان انا دايما انصح حد يعني اوكي، ولكن دايما انا بقول له والله تاني الموضوع هيبقى ساعتها الموضوع لازم او انوه ان الموضوع شخصي، الموضوع very subjective يعني. لكن انا في رايي ان العلوم الانسانيه اوكي بعد عنها كويس، وهي علوم احنا كنا شايفينها، واحنا الناس اللي بيحبوا العلوم التطبيقيه كتير كويس، احنا دخلنا علوم سواء عام عندنا في مصر اللي هو علم الرياضه ده اوكي. احنا دخلنا العلم الرياضه لان احنا شايفين احنا ما نحبش نحفظ، فاحنا هربنا من التاريخ والفلسفه. ده كان السبب الحقيقي ورا ان احنا ما نمشيش ورا كويس ال ان احنا ندخل مثلا كليه حقوق مثلا، واحنا نسمع كتير ان هم بيحفظوا كتير جدا، لكن انا ما اقدرش احفظ الحاجات دي كلها. فمعظم الناس اللي دخلت هذا الاتجاه كويس كانوا هربانين من العلوم دي. لكن حاول تحتضنها بصدر رحب، وحاول تحتضنها من خلال ناس تحاول تحببك في المواضيع دي اوكي، سواء كان التاريخ او الادب كويس او الفلسفه كويس. رغم ان كلمه الفلسفه ساعات مرعبه اوكي لمعظم الناس اوكي، وبالعكس ده تعتبر الى احوال كتير مسبه اوكي. هو حد يقول لك انت هتتفلسف، فمعناه ان هو انت بتقول كلام فارغ اوكي. اول ما حد يقول لك انت هتتفلسف كويس، فهي معناها كويس بالجانب السلبي على طول الخط اوكي. لكن للامانه اوكي العلوم الانسانيه دي اوكي هي في النهايه هي اللي بتربط، هي دي اللي بتربط الماده اللي انت بتبني بيها كويس باللي بتبني له اوكي. احنا فصلنا خالص ان احنا ما عدناش نعرف حاجه خالص عن الانسان اوكي، لكن ركزنا كويس قوي كويس في الطوبه اللي احنا بندرس بيها دي بتاع كمان ده، بل على العكس بقينا ندرس كمان كويس معلومات كويس لا اطلاقا هنقدر نفتكرها لما نتخرج، ولو افتكرناها عمرنا ما هنستعملها الى حد بعيد. زي ما احنا درسنا في ايام المدرسه كويس ان استراليا قائمه الاقتصاد عليها على اغنام المارينو اوكي. تم دراسه بقى كمان ده ان احنا في الجامعه
ان احنا عندنا طوبه، والطوبه دي لازم كنت تحفظ الجانب بتاعها، وكان يجي سؤال في الامتحان هو انهي جانب اسمه الاديه وانهي واحد اسمه الشناوي، وهكذا. اوكي. لكن هذه المعلومه كويس لا تؤثر من قريب او من بعيد من ده على الانسان. كويس. يعني هو بيقعد في البيت ده، اوكي، مع عمره حياته كلها وبيموت ما يعرفش ان الطوبه دي عندها ناحيه اديه وناحيه شناوي. اوكي. واحنا كمان المفروض يعني ما نركزش قوي على الاديه والشناوي، لكن نركز كويس على الانسان ده عاش حياته كلها ما بين الاربع حوائط دول والسقف ده. اوكي. ازاي؟ طيب انا من ناحيتي، انا طبعا عندي كلام كتير، بس عشان الوقت بس ما ياخدناش. انا من ناحيتي انا ما عنديش اسئله تانية، وبشكرك على وقتك بجد. النقاش جميل جدا. معلش، وانا ممكن اكون خطفت شويه الحوار معاك، بس عشان انا عارف ان بكره كان جات له اكتر من فرصه ان ياخد معاك النقاشات دي. معلش ان انا ممكن اكون انا اللي طولت في الاسئله. يعني للاسف تحولت المستمع ولا حتى محاور ولا متكلم، لان بصراحه انا عارف مهندس رامي لما بيتكلم الواحد يعني محتاج فعلا يسمع اللي بيقوله يعني. ف... فكانت فرصه بصراحه ان انا يعني اسمع اكتر من اي حاجه، عشان كده يعني لا كويس ان انت سالت يعني. ولا يعني مش هتبقى ان شاء الله يعني اخر مره، ان شاء الله ان هنستضيفك في حلقات جايه. يعني الكلام فعلا حلو وتحس لا يعني احنا ممكن نتكلم في مواضيع كتير قوي. يعني يمكن شخصيا انا ومهندس رامي دايما بنتكلم في حاجات كتير قوي، فلا يعني في حاجات كتير قوي نتكلم فيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وانا حقيقة انا طبعا انا للامانه بستطرد دايما في الكلام. كويس. وبحاول بقدر الامكان اوصل بطرق قصيره، لكن ما بعرفش الاقي طرق قصيره بصراحه توصل دايما الموضوع ثقيل يعني. كويس. وبحاول استشهد دايما ان احنا لما الحلول السهله زي ما احنا ذكرنا. كويس. الحلول السهله ما هياش دايما هي الاحسن. اوكي. او الاقصر هي دايما الاحسن. كويس. ولكن عشان تكون انسان نفسه، فالانسانيه ثقيله وعبء وصعب انك تشيلها. اوكي. فدايما مش هتلاقي كمان حلول سهله. كويس. او معلومات بتوصل بشكل سريع او تاخد. كويس. زي ما يقال كده انه توصل للزتونه. كويس. فالزتونه ما هياش بتاع كلمات ده تقدر توصل لها بهذه السهوله وهذه السرعه. محتاجه شويه وقت يعني عشان توصل حتى للزتونه يعني. انت عارف مظبوط، انت عارف. طيب، اعتقد احنا كده يعتبر وصلنا لنهايه الحلقه. و يعني اعتقد بشكل قوي ان مش هتبقى ان شاء الله اخر لقاء مع حضرتك، وشرفنا بعد كده في لقاءات جايه في البودكاست. فشكرا، شكرا لكم ان انتوا سمعتونا للاخر. بنفكركم ان احنا موجودين على منصات مختلفه، تقدروا تسمعونا على يوتيوب، انغامي، سبوتيفاي، وفيديو. تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا، على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. شكرا لك يا مهندس رامي على وقتك والمناقشه الجميله. شكرا ليكم وشكرا للفرصة وأنا فعلا كنت سعيد جدا وأنا بتكلم معاكم بصراحة كنت خدت راحتي أنا الآخر، فشكرا ليكم بصراحة. شكرا لك يا بكر على المناقشه وعلى وقتك. شكرا يا عبد الحميد، شكرا يا عبد الحميد. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست الاستوديو. مع السلامه.